تعرفوا يا جماعة، أنا أحسن شغلة أكرمني فيها ربي إنه بعت لي ابني مسعود وقدرني حتى ربيه على فعل الخير وحب الناس. ونعم التربية والله. بالفعل مسعود الله يحرسه ويخلي لك يا بيرفع الراس، وما في زلمة بهالحارة إلا وبيتمنى يكون عنده ولد مثله. واهم شغله فيه انه شهم وزقرد وقبضاي وبيلحش حاله على فعل الخير لحش. لك إيه كان قليله رقدتوا معنا لما نقلنا من بيت لبيت. ايه عدم المؤاخذه يا جماعه، إيه العتالين تعبوا من زق الغراض وهو ما تعب. ما بيتعب ابني، مستحيل يتعب. مزبوط. إيه الله وكيلكم لما حمل الصوفايه الكبيره ولحشها هيك على ظهره ورقد على هالدرج، إيه انا كمشت قلبي بايدي، خفت ينبق له شي قر او ينزل له شي فتاء من حمل الصوفايه. لسه ما شفتوا شيء وبيحمل صوفاية تانية فوق. يا لطيف تلطف، شو ها؟ بالله شو الله يجيرنا يا رب. يلا جايين يلا جايين. ليش ما بتتذكروا السنة الماضية لما عصيت رجل بنتي الصغيرة تحت طنبر المازوت؟ بلا ذكرت يوم يلي وقع منا سنسال الذهب ونزلت تسحبه من تحت الطنبور. ايه والله، ايه والله ابنك مسعود الله يخلي لك يا لوحده سحب البنت من تحت الطنبر مثل ما بتسحب الشعرة من العجين. ايه الله يخلي لك هالولد شو بطل. ايه والله، ايه والله. عمي ابو مسعود عمي ابو مسعود، خير سعيد شباب؟ اخذوا مسعود بحاله اسعاف على المستشفى. ابني مسعود؟ الله يجيرنا يا رب. خير لك احكي بسرعة، شو بو مسعود؟ هذا يا سيدي كنا ماشيين انا ومسعود بالحاره، ولما وصلنا قدام بيت الست انشراح قام مسعود شم ريحه غاز طالعه من بيت الست انشراح. واكيد نط على البيت لانه بيعرف انه ما في حدا بالبيت. هذا اللي صار، فات على البيت من الشباك وسكر قنينه الغاز، ولما رجع بده ينزل من على ماسوت المي وقع وانكسرت رجله. لا حول ولا قوة الا بالله، وينه هلا؟ ابانه مستشفى؟ عمي ابو مسعود انت روح على البيت وطمن خالي ام مسعود، لانه لما قلت لها داخت ومدري شو صار لها. انا رايح على المستشفى وبحكيكم من هنيك تليفونات، ولا تخافوا بسيطه ان شاء الله. امنت بالله على هالنهاية. لك شو ها؟ بالاذن يا جماعة. طول مع السلامة، بالك. مع السلامة. لا اله الا الله ولا قوة إلا مسكين بالله. يا مسعود ما بيستاهل والله. شفت هالشب شو شهم وقبضاي. الله يسلمك. شو سعيد؟ طمني. اوعى يكون الولد انعطب وعم تخبي علينا ها؟ نعم؟ ايه منيح، الله يطمنك. عم يقول الشغلة بسيطة. لك ايش بنا مسعود؟ والله انا ما رحت على المستشفى مشانك والله. ألف الحمد لك والشكر يا رب، ألف الحمد لله. طمني. يعني رجله ما صار له شيء؟ كسر صغير بس؟ كسر صغير؟ منيح اللي اجت هيك، الحمد لله يا رب والف الحمد لله. سعيد، طمني دخيلك، طمني على صابونة رجله. صابونة رجله اوعى تكون زحطت من مكانها. ما زحطت؟ منيح، الله يطمنك. اعطيني اياه خليني احكي معه. عم يجبروا له رجله؟ طيب امتى نحن ممكن نجي؟ ساعة زمان؟ ايه ماشي الحال، خبرنا كل شوي والتاني الله يرضى عليك. ايه مشان نطمن يعني انا وامه. الله معك. عم يقول سعيد ما في داعي لروحتنا على المستشفى هلا. شلون ما في داعي؟ شلون ما في داعي روح هلا؟ أنا هلا بدي أروح لعند ابني على المستشفى، معقولة أنا ضل قاعدة هون وابني بالمستشفى؟ لك طولي بالك هلا يا ام مسعود، طولي بالك شوي. لو رحنا هلا ما راح نستفيد شيء، لانه مسعود بغرفة العمليات ووقت بيطلع بيخبرنا سعيد. وشو الله جابرنا لحتى نستنى هون نحن؟ بس لحتى نطمن اهل الحاره. هلا بيكون انتشر الخبر بالحاره كلها وانشغل بال الكل عليه. مسعود هلا قبضاي الحاره وذكرتي تبعها هو البطل، وسلامته بتهم الكل يا ام مسعود. الله يصلحه ويهديه، شو إنه طايش ومتهور. ايه يا ابو سعيد، ما لازم نروح نسال عن مسعود؟ طبعا لازم نروح.
لك هذا ابن الحاره البار وبطلها، لازم نطمن عليه. ايه قوم لك هلا نوصل لبيت ابو مسعود ونشوف شو صار معه. روح انت سبقني لهي وخبرني بالتليفون شو بيصير معك، انا قاعد عم بستنى ابني مسعود بده يخبرني من المستشفى وبدي اطمن. وهو كذلك، بالاذن. مع السلامه. ايه سعيد، الله يرضى عليك، رجع خبرني شو بصير معكم. يرضى عليك الهي، الله معك. طمني الله يخليك، شو الاخبار؟ عم يقول سعيد ما في داعي نروح على المستشفى، بعد ساعة زمان بيخرجوه. ورجله جبروا له اياها؟ ايه مشي حالها، يعني جبروها. قولي على قامتي ان شاء الله. يعني كان ضروري ابني يطلع على الماسوره؟ 100 شاب في بالحاره، ما التقى غيره يطلع هالطلعه هي؟ لا يا مسعود لا تحكي الحكي قدامي، لا تحكي، الله يرضى عليكي. صحيح في 100 شاب بالحاره، بس شباب الحاره كلياتها كوم، وابننا مسعود كوم. ابننا شهم الحاره وبطلها، ومو معقوله ابدا يستنى غيره ليطلع على بيت انشراح وهو يضل واقف عم يتفرج. اخ، من طول عمره هالولد كثير غلبه. لا تقولي عنه كتير غلبة يا أم مسعود، هذا بطل شجاع ما بيهاب من شيء، وأنت لازم تفتخري فيه. ليش؟ لأنه أنت أمه، أنت أم البطل. أهلين رانيا، فوتي. لك خير، شغلتي لي بالي، ليش بعتي لي خبر؟ دخيلك يا رانيا، قلبي عم يفور ويغلي، بدي اخذ منك الخبر اليقين. خير، شو في؟ صحيح انه مسعود بالمستشفى؟ ايه بالمستشفى، بس ما في شيء، يعني كسر بسيط برجله. خي هلا ارتحت، تفضل. جزان، انت عرفانه عن شو عم تحكي؟ عن شو عم بحكي؟ مسعود هذا اللي مشغول بالك عليه، ما صار لك شهرين فسخه خطبتك عنه. ايه واذا؟ هلا لا تجننيني، لك ليكون لساتك معلقه فيه. هلا اذا كنت فاسخه الخطبه انا وياه، يعني ما بحق لي اني اقلع عليه؟ بصراحه انا ما عدت افهم عليكي ابدا. كوني فسخت الخطبه انا وياه، هذا ما بيمنع ابدا اني اكون معجبه ببعض جوانب من شخصيته. ها، هو شو هالجوانب هاي؟ انه شهم وشجاع، وهالميزه هي صارت نادره بشباب هالايام. ها، قلتي لي. ليش انت ما بتعرفي شلون تعرفنا انا ومسعود على بعض؟ هاتي لي شوف، ذكريني. يا ستي كنت الصبح رايحة على الجامعة، واقفة عم بستنى الباص، قام مرق سعيد، هذا الغليظ ابنه لأبو سعيد، عرفتي؟ ايه عرفته. ايوه، وبلش يخفف دم ويتغالظ علي، وانه كان يحل عني عبس. وما كان في حدا جنبي؟ لك لا، كنت لحالي، دنيا الصبح بكير وما في الدومري. وبعدين شو صار؟ لأجل الحظ كان مارق مسعود، قام شافه لسعيد وهجم لك عليه هديك الهجمة، وعلق فيه ضربه على وين يوجعك، وصار يقول له مو عيب عليك تتحركش ببنت من بنات حارتنا؟ وعلقت لك بيناتهم هديك العلقة، مسعود يضرب وسعيد يصرخ، هداك يضربه وسعيد يصرخ، قمت أنا شو خفت عليه للشب وتصرت اترجاه لمسعود إنه يتركه. وتركوا أخيراً؟ تركه، بس بعد شو؟ بعد ما علمه درس مرتب بحياته ما رح ينسى، وهذا كان أول لقاء بيناتنا. إيه بس على علمي سعيد ومسعود من أعز الأصحاب. بجوز صاروا أصحاب بعدين، لأنه مثل ما بيقول لك المثل لا تاخذ صاحب إلا من بعد قتله. ايه بس يا خوفي يكون مسعود هو اللي بعته لسعيد ليعمل هيك التمثيلية قدامك. معقولة؟ بقى مثل ما بتعرف يا ابو سعيد، انا كنت معلم مدرسه وبعرفه منيح لمسعود. صحيح هو بليد وخرطبيل وذهنه سميك، بس الشهاده لله كان جريء ومغوار. اي نعم، واضح هالشيء واضح. وبتعرف مدرستنا قديش مهرهره وعتيقه، والجرادين والفيران عم تسرح وتمرح بكل رياحه. صحيح، على طول الاولاد عم يشتكوا من هالشيء. ايه والله. المهم يا ابو سعيد، كنا مره مجتمعين بغرفه الاساتذه ومسكرين علينا الباب، وفجاه ما لقينا لك الا جردون كبير قد الدجاجه عم يفعي برجلينا. نطينا دغري انا والاساتذه والمدير ونائب المدير وامين السر على الكراسي، وبلشنا نصرخ ونولول نصرخ ونولول. معكم حق، والله شيء بيرعب، والجردون بيحمل مرض الطاعون يا لطيف. وانه كان في حدا يسترجي ينزل ويقتل الجردون؟ عبس، لا تتعب، ما في حدا بنوب. وضلينا واقفين على الكراسي لحتى وصل الخبر لمسعود. واكيد مسعود ما كذب خبر. يا سيدي هذا اللي صار، ترك كل شيء من ايده وركض لعنا على الغرفه، وتناول لك مسطره المدير الغليظه وسلخ الجردون بفرد ضربه على راسه وجاب اجله. ونزلتوا بعدين على الكراسي؟ ايه نزلنا وتشكرنا مسعود، وقال له المدير اطلب وتمنى، لازم نكافئك على شجاعتك واقدامك. ايه، وشو طلب؟
طلب يستلم مجلة الحائط مع انه ما بيعرف الخمسة من الطمسة. المهم سلمناه المجلة وضل يخربش فيها سنة كاملة. يا سيدي فظيع المسعود، كل يوم عم بسمع عنه قصة جديدة. يا ريت في عنا بهالحارة شي 10 مثل حكايته. بالفعل يا ابو سعيد، كنا بألف خير من الله. بتعرف ابو سعيد، انا عم فكر نعمل له لمة لمسعود، يعني هلا اكيد لازمه مصاري بالمستشفى. اي والله جبتها يا استاذ، مثل ما عم يوقف مسعود مع اهل الحارة بالشدائد والملمات، لازم اهل الحارة يردوا له شوي من جمايله بهيك ظروف. جبتها، يلا سيدي. يا عيني عليك يا ابو سعيد، تفضل. يلا اخي ابو مسعود، انا بدك تسمح لي. بكير لسه ابو شاكر. المسا برجع بالطمن. الحمد لله على سلامته لهالبطل. الله يسلمك ويخلي لنا اياك. لا تنسى اول ما بيرجع مسعود من المستشفى بتتصل فيني ها. ايه اكيد، ولو يا اهلين وسهلين ابو شاكر. يلا السلام عليكم. الله معك حبيبي، الله معك حبيب القلب. صاحب نخوة هلا ابو شاكر. لو كان صاحب نخوة ما كان خلى مسعود يتعربش على الماسورة. وليش بقى؟ لأنه بيته بلزق بيت انشراح، وعنده 3 شباب كل واحد قد العضاضة. ليش ما خلى واحد من بيناتهم يساعد مسعود أو يطلع بداله على الماسورة؟ مسعود ما بيحب حدا يسبقه على فعل الخير. ليش؟ لأنه شهم. ابنك شهم، فهمتي؟ الشهامة ماشية بدمه. اهلين وسهلين ست انشراح. الله يسلمك. تفضلي تفضلي. كيفكن يا جماعة؟ من الله بألف خير. تفضلي تفضلي. خير، شو هالحكي يلي سمعته؟ كله مشان بيتك. لا يا عم مسعود، ما حدا ضربه على ايده وقال له نط على بيت المخلوقة. ما حدا قال له نط. مشان بيتي؟ ليش شو صاير ببيتي؟ يا ستي القصة وما فيها، ابننا مسعود كان مارق من حد بيتكم بالصدفة. قام شم ريحة غاز طالعة من البيت. دق باب البيت، ما حدا رد. قام المسكين توسوس، لعبة الفارة بعبه. قال لحاله اكيد جماعة جوات البيت شامين ريحة غاز وابصر شو صاير لهون. الفارة لعبت بعبه. حاول يكسر الباب ما انكسر معه. لعبة الفارة بعبه، ما لقى قدامه طريقة غير انه يتعربش على الماسورة وينزل على البيت. ولحسن الحظ ما لقى حدا بالبيت. قام سكر قنينة الغاز وفتح الشبابيك ليتهوى البيت. الفار بيلعب بالعب. بس من سوء حظه وهو نازل من على الماسورة انكسرت ووقع على الأرض وصار اللي صار. انتوا التانيات كنتوا صلحوا الماسورة يا ست انشراح. الله يصلح الله يصلحكم. بس أنا الغاز خالص عندي. هلا خلصتي الغاز كمان؟ إيه لولا ابني مسعود كان بيتك راح بخبر كان. يعني شرارة ممكن تحرقه. صدقيني يا خالي، من وقت ما رحت لعند أهلي من 3 أيام والغاز خالص. بالعلامة لما فضلت قنينة الغاز حطيتها على البلكون. يلا حصل خير، المهم سلامة مسعود. الله ستر، الله كبير بعد اسمه. يسلم لي هالرب. يعطيك العافية. اهلين وسهلين. مرحبا عمو. اهلا وسهلا. خير؟ شوفي شو القصة؟ شو وينه مسعود؟ مين الست انشراح مظلومة؟ أنا تفضلي معنا على المخفر، عاوزينك شوي. سألنا عنك بالبيت ما لقيناكي.
وشو أخذني على المخفر أنا؟ شو القصة يا أخي؟ هلا بتعرفي كل شيء من رئيس المخفر، رح انتظرك برا بالسيارة. يعطيكم العافية. الله يعافيك. لك سعيد طمني، شو الموضوع؟ شو الأخبار؟ وينه مسعود؟ مو على أساس بدك تجي أنت وياه؟ والله ماني عفهم امتى ابدا عمي ابو مسعود. أخي أنت من الأول، من الأول ابدأ، فهمني شو في؟ مشان الله احكي شو في سيابة تركبي احكي. هذا لما كان ممرض عم بيضم جرحه لمسعود لقى بجراباته 3 خواتم ذهب واسواره مبرومه. 3 خواتم وأسوارة؟ قام الممرض شك بالموضوع واتصل بالشرطه. إيه؟ الشرطه لما حققت مع مسعود اعترف انه كان سارقهم من بيت الست انشراح. شهم، والله أنا كان قلبي شاككني والله. فعلا انا طلعت ام البطل. هو لا شك بأنه المهرجان الماضي واجهنا شوية صعوبات ووقعنا بشوية مطبات وصار عنا أخطاء وعثرات كثيرة، ونحن معترفين بهالشيء ما بننكر أبدا، بس الحمد لله نفذنا ومرق المهرجان على خير. ربكم بعد اسمه كان ينفذنا كل مرة مثل الشعرة من العجين، بس المثل بيقول مو كل مرة بتسلم الجرة، ويا خوفي السنة تنطبش الجرة فوق راسنا. معك حق استاذ مسعود، يعني بالحقيقه نحن لازم نستفيد من اخطائنا وعثراتنا الماضيه، وخصوصي بحفل الافتتاح. ليش شو كانت ملاحظاتكم على حفل الافتتاح؟ اولا لازم نحط باعتبارنا انه هذا افتتاح مهرجان سينمائي، يعني الحضور لازم يكونوا سينمائيين وفنانين والضيوف بس. بصراحة بتصور هالشيء صعب شوي، لأنه ما فينا أبدا نتجاهل الفعاليات الموجودة بالبلد. يعني مثلا ما فينا ما نبعت 100 كرت لاتحاد المؤسسات المتحدة، لأنه بالمقابل الجماعة مو مقصرين معنا أبدا. يعني كل ما صار عندهم احتفال، مهرجان، مؤتمر، بيبعتوا لنا البطاقات أول ناس. بعدين جمعية النساء السائرات، هدول متعودين كل مهرجان يبعتوا لنا 20 عضوة لحضور حفل الافتتاح. هذا طبعا ما عدا اتحاد الرياضة، نقابة الحلاقين، جمعية البر، مؤسسة تراكتورات المدينة. هدول ما اختلفنا عليهم استاذ، يعني الصالة كبيرة وبتستوعب 3000 مدعو. ايه صحيح، ورغم هالشيء ما عم تكفي، لانه نحن عم نوزع 10000 بطاقه، يعني قد عدد الكراسي ب3 مرات. طيب شو الحل برأيكم؟ انا برايي هالسنه نختصر ونعمل البطاقات على عدد الكراسي. والله شيء بحير، مين بدنا نختصر لكان؟ أعضاء السلك الدبلوماسي مثلا؟ استاذ سلامة عرفك، الدبلوماسيين اول ناس لازم يحضروا لانهم بيعملوا برستيج للمهرجان. مين بدنا نختصر لكان؟ الصحفيين والفنانين؟ اعوذ بالله، هدول من اهل البيت، معقول لازم يكونوا موجودين؟ طيب مين لكان؟ جماعة الفن السابع ودور اللهو؟ اعوذ بالله استاذ، كل شيء الا هدول لازم نحجز لهم صف كامل لانهم عم يدفعوا رسوم وضرائب وريع مذهل لنقابتنا. أصبح ما ضل عنا غير فرع مراقبة المؤتمرات والمهرجانات والتجمعات البشرية. كمان هدول ما فينا نختصرهم، لأنه مراقبة المهرجان وفعالياته من ضمن اختصاصهم. لكان على الحالة ما فينا نختصر حدا أبدا، يعني مضطرين نوزع 10000 بطاقة ونحن عم نضحك ونلعب. المصيبة إنه الكراسي ما بتكفي. على كل حال نحن بنعمل واجبنا وبنوزع البطاقات، وكل واحد منهم بدبر راسه. يصطفلوا، يلي بيجي بكير بيقعد واللي بيتأخر بتروح من كيسه، مو هيك أنسة مديحة؟ هذا أحسن حل، وبهالصورة ما حدا بيعتب علينا. بس أنا اللي مستغربه، شلون بحفلة توزيع جوائز الأوسكار ما بصير عندهم فوضى مثل عنا؟ سيدي اسمعوا سطيح، بصير عندهم أكثر من هيك، بس هن بيغطوا على بعض، ما بينشروا غسيلهم الوسخ على صفحات الجرايد مثل ما بنعمل نحن. طبعا، يعني معقولة ما تضيع الطاسة بمهرجان عالمي مثل الأوسكار وتضيع عنا بس؟ إيه لا، مو معقول بنو. بدها تضيع ما في كلام، بدها تضيع إجباري. الو نعم. اهلين اخت وصال. اهلين الحمد لله. كيف؟ طبعا حاسبين حسابكم. يعني معقولة ننسى جمعية النساء السائرات؟ شلون ما وصل شي؟ انا بايدي بعت لكم 20 بطاقة مع الاخت اعتماد. شلون؟ الاخت اعتماد نهولة اعتمادها؟
ومين الأخت المسؤولة هلأ عن العلاقات العامة؟ أيوة، الأخت انتصار. أيوة، الجمعية انفصلت وصارت جمعيتين. لا لا، لا صدقيني ما عنا خبر. لا لا ملحوقة، انت بعتيلي الأخت انتصار وأنا بتدارك الموضوع، ولا يهمك. أهلين، الله معك، مع السلامة. شو استاذ زمر، بيلحق معك الفيلم المهرجان؟ ان شاء الله بيلحق، عم نشتغل ليل نهار بالمكساج. اوعك ها، مو حلو ابدا يكون مهرجان بارضنا وبين جمهورنا وما يكون عندنا فيلم نشارك فيه. هو طالما نزلتوا فيلمي باخر يوم بالمسابقه معناتها بيلحق، وان شاء الله راح يكون مفاجاه المهرجان وانا واثق. امين امين يا رب. ايه استاذ، والضيوف امتى رح يوصلوا؟ بعد بكره، ما عدا المخرج البولوني لانه بده يوصل بكره. بكره؟ وليش لحتى يلبكنا من بكره؟ يبدو ما لقى حجز طيران يناسبنا. يا اخي انا اصلا كنت ضد انه يندعى هالمخرج للمهرجان. وليش بقى؟ يا اخي ما حدا سمع باسمه، ولحد هلا ما عمل ولا فيلم بفش القلب. يعني مين بدنا نجيب لك انت الثاني؟ جيمس كاميرون مخرج التايتانيك؟ هالمخرج البولوني هاد على قد ايدنا، بعدين الاصدقاء البولونيين بعمرهم ما قصروا معنا. بالفعل كلام الاستاذ مصون صحيح، لانه ما في دوره لمهرجان الا وبعتوا لنا دعوه او دعوتين. كثير صاحبين واجب هالجماعه. هالبروتوكولات ما اختلفنا عليها، بس لازم يكون في وجوه معروفه بين الضيوف لحتى الجمهور يتحمس للمهرجان. من ناحيه الوجوه المعروفه لا تاكل هم، عماد سرحان لحاله بكفي ووفي. لك ما شفت السنه الماضيه كيف كان يعمل ازمه مرور كل ما طلع من الاوتيل ويمشي بالطريق؟ يا سيدي ما اختلفنا انه نجم، بس يعني طلع من مناخيرنا. هي رابع مره بندعي للمهرجان، شو ما في بالدنيا غيره؟ في غيره كثير وبيجوز يكونوا احسن منه، بس نحن عم ندعي له بالذات كنوع من التكريم. يا سيدي ببلده ما كرموه حتى نكرمه نحن. لك اشتهيت على ربي شي مره اشوفهم عم يعلقوا له على صدره شي شقفه هيك وسام او حتى عم يعطوه شهاده تقدير. ما في شي ناد بنوب، ما في غيرنا اللي بنطبل له وبنزبر له. بنترك نجومنا الكبار وبنلحق الصغار، ليش ما بعرف. بعدين تعال اقول لك، يعني عماد سرحان نجم فولجير، نجم تيرسو، يعني مخرج الواحد يكرمه تكريم راقي فني. انا ما عم بحكي عن التكريم الفني، انا قصدت انه عم ندعيه تكريما لمواقفه السياسيه ومبادئه الوطنيه. ايه شو عاملين نحن؟ مهرجان سينمائي ولا مهرجان خطابي؟ ما في فرق كبير استاذ نمر. المهم هلا شو بقي بجدول الاعمال؟ لسه ما ناقشنا الندوات الموازيه للعروض. ايه خلاص ما بدها نقاش، مثل كل سنه هي الجداول موجوده. خلوني هلا اقرا عليكم الكلمه اللي بدي القيها بحفل الافتتاح مشان تعطوني ملاحظاتكم. تفضل استاذ. الو نعم. اهلين كوثر. الحمد لله، انت شو اخبارك؟ انا خليها لله، مطوشين بهالمهرجان. ايه الافتتاح الخميس الجاي. انت ومين بدك تروحي؟ انت وبيت حماكي. لا ولو بدبر لك. بكفوا 5 بطاقات؟ ما بكفوا، بدك 10. طيب ماشي الحال، مري لعندي اليوم المساء وان شاء الله بدبر لك. اوكي يلا باي باي، مع السلامة. يعطيك العافية. اهلين، الله يعافيك. أنا صحفي ومكلف بتغطية المهرجان، مشان هيك بدي بطاقات لأقدر أغطيه منيح. معك كتاب رسمي؟ طبعا. كتاب من رئيس التحرير. شو هذا؟ هذا كتاب من مجلة أخي المزارع. صحيح، هي المجلة اللي أنا بشتغل فيها. طيب شو دخل مجلة أخي المزارع بالثقافة والسينما؟ ليش مو من حق الأخوة المزارعين يتثقفوا سينمائيا؟ من حقهم، ما اختلفنا، بس هي مجلة متخصصة بالمزارعين والزراعة. يعني بصريح العبارة يا ريت تتركوا الثقافة والسينما لأهل الاختصاص. معلش يا أنسي إذا بتريدي، نحن اللي بنقدر هالشي، وهي الكتاب الرسمي صار بإيدك، إذا ممكن مشيه حسب الأصول، وسعرنا بسعر باقي المجلات والجرايد. طيب أوكي، أنا رح حول الكتاب للأستاذ مصون وبكرة بتاخد جواب. يعني ممكن ناخذ بطاقات بكرة؟ قول إن شاء الله.
عفوا دخيل عينك، يا ريت تحسبي حسابي بشي 4-5 بطاقات، لانه ناوي اخذ المرأة والاولاد على المهرجان. ان شاء الله خير. بالاذن. تفضل. بده ياخذ المرة والأولاد. شو رايحين سيران على الغوطة انتو؟ ها نحن نلتقي من جديد، وها هو مهرجان سينما التحرر يفتح ذراعيه من جديد ليحتضن تجارب سينمائيي العالم الآخر، سينمائيي العالم الثالث. ولنردد معا شعار مهرجاننا لهذا العام: سينما من أجل التحرر والتطور والتبلور والتنور والتمحور والتفكر. تفضل. طلبات الصحفيين صاروا جاهزين استاذ. اوف اوف اوف، كل هدول طلبات صحفيين؟ 125 طلب. ليش كم جريدة ومجلة فنية عندنا بالبلد حتى يبعثوا لنا 125 طلب؟ استاذ هاي الطلبات مو بس من الجرايد الفنية، هاي القائمة عندك. اوف اوف اوف، العمى شو هاد؟ مجلة أخي المزارع، جريدة صديقي العامل، جريدة النقل والمواصلات، دورية المهندس العربي، فصلية التراث الإسلامي، شهرية علوم الفضاء، وهدول كلهم شو دخلهم بالسينما؟ أما غريبة، لو حتى مجلات الأطفال ما وفرونا. والمشكلة يا استاذ إنه كل هدول بيحضروا المهرجان وما بيكتبوا شيء عنه. إيه طبعا ما راح يكتبوا شيء، لأنه بالأساس هالشغلة مو شغلتهم. شو ناويين تعملوا استاذ؟ تركي لي هالطلبات عندي لأدرسها على مهلي. وزعتوا بطاقات الفنانين؟ طبعا بعتنا 150 بطاقة لنقابة الفنانين وقال هن بيوزعوهم بمعرفتهم. بكره بتلاقي نص الفنانين بلا بطاقات، وما بتشوفي الا الكومبارس مأنزعين باول صف، والفنانين الحقيقيين بتلاقيهم قاعدين برا. بتعرفي يا انسه، انا عندي المهرجان كلكم وحفل الافتتاح وخطابكم. والله لو سمحتي عدي لسمعك الخطاب، عدي. فعاليات مهرجان سينما التحرر لهذا العام، ومن العروض الهامة لهذا المهرجان الفيلم العربي المنتظر نافذة على الشباك، وهو من بطولة النجم العربي الكبير عماد سرحان الذي اقتنصنا منه هذا اللقاء السريع. صباح الخير أستاذ عماد. أهلا وسهلا يا فندم، إزاي حضرتك؟ تمام والحمد لله. اسمحي لي يا فندم في البداية أغتنم الفرصة ديت علشان أوجه تحياتي لجميع إخواني وخلاني من الجمهور الحبيب، شايفة حضرتك، في مختلف أرجاء الوطن العربي من المحيط الخليج على امتداد أطرافه، حقيقي يعني. أستاذ عماد، يا ريت تحكي لنا شوي عن فيلمك العربي الجديد. هو في الحقيقة زي ما حضرتك عارفة نفذة على الشباك، نفذة عارفة يا فندم، نفذة على عوالمنا الداخلية، نفذة على أحاسيسنا الملتهبة، نفذة على سيمياء الوجع والقهر والحرمان، نفذة على آمال وأحلام الجماهير العربية في جميع أقطارها. طيب أستاذ عماد، يا هل ترى شو هو شعورك لما بتيجي لهون وبتلاقي هالاستقبال اللي كتير حلو من الناس لإلك؟ يا نهار زي بعضه حضرتك، وده سؤال يتسأل يا فندم. هو شعور يعني ما يتوصفش، ما أقدرش أعبر عنه. أنا دائما بشعر لما باجي هنا إني جاي لبلدي التاني، وما بشعرش بالغربة خالص. ليه؟ عشان ايه؟ ما اعرفش. اسأل نفسي الاقيها ما تعرفش حاجة. ومن الجائز، فاهم حضرتك، من الجائز بشكل اكيد لا يقبل الشك اني قاعد هنا بين اهلي وخلاني وحبايبي. بعدين زي ما بقول لحضرتك، الشعب هنا مضياف قوي، كريم قوي، والجمهور السينمائي جمهور مثقف وواعي وذواق. على أيها حال، أنا متأسف حضرتك، يعني مضطر ومجبر على الاعتذار. نفسي قوي إني أحضر ندوة عن السينما العربية وواقع التجزئة. باي. طيب شكرا كثير أستاذ عماد، وآسفين لأنه أخذنا من وقتك السمين. ويسرنا أعزائي المشاهدين أن نلتقي مع الناطق للمهرجان
صباح الخير استاذ مسلم. اهلا اهلا، صباح النور. ترى ما هو جديد مهرجان سينما التحرر لهذا العام؟ هو الحقيقه الى جانب مسابقات الافلام الطويله والقصيره والمتوسطه، هنالك اسبوع لافلام المخرج الهنغاري بولوتوف ياباوف. هذا المخرج الطليعي والتقدمي. طبعا. طبعا في عندنا كمان مسابقات لافلام الحرب البارده، ومظاهره قصدي تظاهره لافلام قضايا العالم الاخر، قصدي يعني العالم الثالث. طيب استاذ مسلم، ماذا عن الندوات؟ هو الحقيقه من اهم الندوات الموازيه لافلام او لعروض الافلام، في عندنا ندوه عن السينما العربيه وواقع التجزئه، عندنا ندوه عن السينما في تشيلي، عندنا ندوه عن الموجه الجديده في الكاميرون. طيب استاذ مسلم، يا ترى شو هي اخبار الافلام المحليه في هذا المهرجان؟ هو الحقيقه يعني كان المفروض نشارك بفيلمين روائيين، لكن للاسف احد الافلام ما لحق معنا، مع انه بدينا بانتاجه من سنتين ها. لذلك اختصرت مشاركتنا على فيلم روائي واحد، نتمنى ينال اعجاب الجمهور. ان شاء الله يا رب. شكرا كثير استاذ مسلم. شكرا لك. شكرا كثير اعزائي المشاهدين. أعزائي المشاهدين بونسوار، مثل ما خبرتكم قبل شوي إني مخبيت لكم مفاجأة كتير حلوة، وهي عبارة عن دردشة لطيفة كتير مع الفنان العربي الكبير عماد سرحان. أستاذ عماد، شو بتخبرنا عن فيلمك الجديد نبدأ على الشباك، وإمتين رح ينعرض عندنا بلبنان؟ هي ثاقبت اني انشغلت شوي عن جمهوري الحبيب بلبنان، وانا ما بخفيكي ابدا اني بعتبر لبنان بلد التاني. على شعب لبنان وهوا لبنان وارز لبنان، لك يا عمي هي لبنان جنة الدنيا. ميرسي كتير لك. وبالنسبة للفيلم، هو مش فيلم بالمعنى الدارج، هيدا رسم سينجرافي للواقع العربي، ومثل ما بتعرفي انسي ليليان، الواقع العربي واقع مرير كتير مرير، مش مفهوم ابدا. معك حق أستاذ عماد. طيب شو بتخبرنا عن السينما اللبنانية؟ شلون بدي اقول لك؟ السينما اللبنانية سينما عريقة وضاربة بالكضام، وانا امنيتي اني اظهر هيك بفيلم من انتاج مشترك بيننا وبين لبنان. إن شاء الله بتحقق هالشي عن قريب، وميرسي كتير لك. ميرسي لإلكن وميرسي لله يلي حقق لي هالفرصة تألتقي مع جمهوري الحبيب بلبنان. ميرسي. دبرت شي لقاء مع عماد سرحان؟ لا والله ما قدرت ادبر، عم يقولوا معجوق كثير، عم يعمل 3 لقاءات بالساعه. وانا كمان ما قدرت ادبر، بس في جماعه وعدوني يدبروا لي معه موعد بكره الساعه 12، شو رايك تروح معي؟ طبعا بروح معك، معقوله عماد سرحان يجي لهون وما نقدر ناخذ منه لقاء؟ لك مطلوب مني اللقاء ل3 جرايد، وانا مطلوب مني ل5. شو رايك نتسلى بكم لقاء مع فنانينا المحليين؟ لك اتركنا هلا مع فنانين المحليين، هدول تحت فينا، امتى ما بدنا نقدر نعمل معهم لقاء. المهم هلا نركز على الضيوف. قلتك الضيوف ابدا، بس المشكله ما حدا فاضي. لك شو رايك انا اعمل معك لقاء وانت تعمل معي لقاء؟ ايه والله جبتها فكره حلوه، امشي نقعد هنيك ونقابل بعضنا. تفضل. استاذ عماد سرحان، حبذا لو نسمع رايك في السينما التونسيه والنظاره التونسيه بشكل خاص. في الحقيقة أنا أعتبر أن تونس الخضراء هي بلدي الثاني، ودائما أقول أن جمهور النظارة في تونس ذواق ويعشق السينما الملتزمة بقضايا الإنسان المعاصر، والسينما في تونس قطعة خطوات باهية في السنوات الأخيرة. استاذ عماد، طالما انك من عشاق السينما التونسيه، فلماذا لا تشارك في فيلم تونسي؟ في الحقيقة أنا أنتظر هذه الفرصة لأشارك الأعزاء في تونس في فيلم من إنتاج مشترك. يعيشك أستاذي. يعيشك يا أخوي. أستاذ عماد، ممكن تكلمنا عن السينما المصرية لو سمحت؟ الله، ودي عايزة كلام يا فندم. دي مصر، عارف عرضتك؟ دي مصر أم الدنيا بقى والفنانين حقيقي يعني. وأنا لما بكون في مصر ما بشعرش بأي غربة خالص. في الحقيقة يا فندم دي شهادة بنعتز بيها قوي. بعدين أنت لما تقولي سيما هتقولي مصري على طول. فاهمة يا أختي؟
ولما تقولي مصر هتقولي سيما على طول. ملاحظه معايا تلازم؟ ده تلازم بقى. اه طبعا يا فندم. طب انت حضرتك عاوز تقول ايه من خلال فيلم نافذة على الشباك؟ الفيلم ده فاهمه حضرتك؟ الفيلم ده بصيص من الضوء على حزمه من الظلام الدامس. اعاده اكتشاف للواقع العربي بتاعنا. يعني زي ما تقولي حضرتك ترجمه ديموغرافيه اركيولوجيه لمعاناه الانسان العربي. وانا بتمنى مخلصا بقى من كل قلبي انه يعجب لجنه التحكيم وحضرات الجمهور والنقاد. طب ربنا يوفقك يا فندم. ميرسي قوي. اهلا بيك. السلام عليكم. يعني. وانا واخد معايا دي ليه؟ في الحقيقة اكتب عندك. اكتب، عم تكتب؟ في الحقيقة أنت لما بتسألني إيش رأيك في السينما الأردنية كأنك عم تسألني عن السينما تبعتنا، فاهم كيف؟ زي ما قلت لك. ليش؟ لأنه نحن والأردن بلد واحد، ما بنقدرش نفرق بيناتهم أبدا. اكتب عندك، اكتب زي ما قلت لك يعني. وهلا أنا بعد المهرجان نازل على عمان طوالي، راح أقعد لي كمان يوم وأرجع لهون، فاهم كيف؟ اكتب عندك. بعدين أنا بعتبر إنه الأردن بلد التاني، والشعب الأردني زي هلي تمام، فولي وانكسمت، فاهم كيف؟ اكتب عندك، اكتب زي الخوات. واكتب عندك كمان اني رح اعمل اكمل فيلم، هيك اكمل فيلم مع اشقائي في الاردن، عبود الرحاحلي ومسعود البطايني ونواف الهباهبي وعثمان الشواقفي. اكتب عندك، اكتب، فاهم كيف؟ زي ما قلت لك يعني هدول كلهم اشقائي وانا وياهم زي الخوات تمام، فولي وانكسمت، فاهم كيف؟ اكتب عندك زي ما قلت لك. شغلين هالريكوردر طال عمرك. انا بعتبر اي بلد بالخليج هي بلدي الثانيه، واهل الخليج اهلي واصحابي، واول ما اوصل لعندهم يغنوا لي كلهم، يغنوا لي يا طيب القلب وينك، حرام تهجر ضنينك، مشتاق لك يا حياتي عسى يردك حنينك، اتخيلك في المرايا. ايه شو اخبار حفل الختام؟ توزعت كل البطاقات. اخ خي رح يخلص المهرجان. بتعرفوا انه بعد المهرجان ناوي نام يومين كاملين وبدون هز. حقك. ليش قليلة هالتعب اللي تعبناه؟ مبروك استاذ نمر، سمعت انه اللجنه رح تعطيك الجائزه البرونزيه. مبروك لنا كلنا، الجائزة مو بس إلي. على فكرة توزيع الجوائز ما كان عادل أبدا. صحيح، ولازم نحكي مع اللجنة قبل ما تطلع النتائج. ليش شو ملاحظاتكم على النتائج؟ يعني كل الأفلام اللي شاركت بالمهرجان أخذت جوائز إلا الفيلم الكوبي. ليش يعني؟ حلوة يطلع من المولد بلا حمص. بعدين السينما الكوبية عريقة وطليعية، ومو حلوة أبداً يجوا الأصدقاء الكوبيين ويشاركوا بالمهرجان وما يحملوا بإيدهم شي جائزة وهن راجعين لبلدهم. معكم حق. طيب ليش ما بيعطوهم جائزة لجنة التحكيم؟ راحت للفيلم الإيراني. طيب مندبر لهم جائزة غرفة صناعة السينما. راحت للفيلم المصري. أصبح ما في غير أن نحكي مع جمعية النساء السائرات بركي بيعطون الجائزة الخاصة فيهم. مو معقول الحكي، الفيلم الكوبي ذكوري بحت، يعني ما له علاقة بالنسوان لا من قريب ولا من بعيد. هو بصراحة أنا ما شفت الفيلم. عن شو بيحكي؟ بيحكي عن واحد نجار كان ماشي بالريف وانتقل للمدينة قام. خلاص طالما في نجار مندبر لهم جائزة اتحاد الحرف. الو نعم. يرضى عليكي اعطيني اتحاد الحرف. حاضر استاذ. الو استاذ نادر، الاستاذ مصون بده يحكي معك. لحظه. الو استاذ مصون، الاستاذ نادر معك على الخط.
الو نعم. اهلين كوثر، كيفك؟ انا الحمد لله، خليها لله. مطوشين بالمهرجان بتعرفي. قوليلي ان شاء الله انبسطتوا بحفل الافتتاح؟ انبسطتوا؟ اي منيح. بدك بطاقات لحفل الختام؟ لا ولو تكرم عينك. كمان بدك تروحي انت وبيت حماكي؟ ايه على عيني. اسمعي، بعتي لي حدا من هون لاخر الدوام وانا بأمن لك اياهم. لك تكرمي. اوكي يلا باي باي، الله معك. ايه ما رح ارد. شكرا كثير استاذ نادر. اهلين، الله معك. مش الحال وافقوا يعطوا الجائزه للفيلم الكوبي. حلو. ايه منيح، هيك ما حدا بيزعل منا. شو يا جماعه؟ ما بدنا نودع عماد سرحان؟ بده يمشي اليوم ها؟ ايه يلا تفضلوا. يلا. إيه بس ليش ما بده يحضر حفل الختام؟ قال عنده ارتباطات كثيره. انا عم فكر اعرض عليه المشروع يلي حكينا فيه باجتماع السينمائيين العرب، شو رايكم؟ فكره ممتازه، وعماد سرحان انسب واحد لهالمشروع. وبيرحب بالفكره كثير. انت ما شفت هالمداخله الجريئه اللي عملها بندوه السينما العربيه؟ يلا لكان، شرفوا. الاسم بالخير بقى؟ ريتا زي اسم مرتي الاولانيه. تفضلي استاذ عماد. اهلا مدير المهرجان، يا اهلا وسهلا. بارك الله فيك، بارك الله فيك. اهلا استاذ عماد. يا اهلا سكرتيرة مدير المهرجان. ان شاء الله نشوف وشكوا بخير بقى، ومتشكرين قوي على كل حاجه. بصراحه يا جماعه خجلتمونا تماما. ولو يا استاذ عماد، هذا بلدك الثانيه. انت بين اهلك وحبايبك يا استاذ. الله يسلمكم قوي، الله يسلمكم قوي. باهي. صحيح استاذ عماد، ولو انه الوقت غير مناسب، بس حابب اعرض عليك فكره مشروع جديد. تفضل وايش عليه؟ نحن باجتماع السينمائيين العرب قررنا نعمل فيلم عربي مشترك. حلو قوي، حلو كتير حلو. وهالفيلم هاد خيري، يعني ريعه راح يروح لصالح المعوقين العرب بالوطن العربي. ممتاز كتير، هايل، يعيشك. سيناريو الفيلم جاهز، واحتمال كبير يبدا التنفيذ بعد شهر. وبصراحه ما لقينا انسب منك لبطوله الفيلم. ميرسي قوي على اللفتة الحلوة ديت. بس بردون ما بقدر منوب، لأني بعد شهري طالع على فرنسا. يعيشك عندي مشهدين مهمين بفيلم فرنسي بلجيكي اسباني مشترك عن تفعيل التطبيع مع إسرائيل. فرصة تانية إن شاء الله، فرصة تانية. يعيشك. باهي، بالإذن. السلام عليكم يا ربع. فوتي يا بنت، فوتي ولا تستحي. معلش طبسي على الأرض ولا تشلحي. مرحبا ربيعة. فوتي يا بنت، فوتي سلمي على ستك الجديدة. مينو هاي؟ هي الصانعة اللي وعدتك فيها، شو نسيتي؟ لا ما نسيت، بس ما عاد بدي صانعة. وليش ما بدك اياها حبيبتي؟ حرام مضوعة، على حساب انت مزنوقة على صانعة وملوعة. صحيح، بس أنا بدي إياها صغيرة بالسن، يا دوب 11-12 سنة، مو كبيرة. منين ما رنيتها بترن ومنظرها بغير ومدهرنة. حاكم انتو رجال عينكم لبرا، وما في لقمة بتمكن مرة. ربيعة ماني مصدق أداني يصدر عنك هالشي. قال مجنون يحكي وعاقل يسمع. عيني بقلعها من وشي إذا بهالبنت بدها تطلع. بعدين أنت بعيني بتضلي البدر، فشر البدر أنت أحلى، وإلها العتبة وإلك الصدر، وإن ما عجبتنا منقلعها لبيت أهلها. قربي لعندي يا بنتي. حاضر ستي. شو اسمك انتي؟ فريزة نعناع. عند مين تشتغلي كنتي؟ عند جماعة بالقصة. وشو اسم ضيعتك؟ ضيعة بعيدة ما بتعرفيها. ما بيهم، حابة اسمع صوت فريزة واتعرف عليها. بتعرفي تطبخي؟ كنت ببيت سيدي اطبخ واغسل واجلي وعزل وخيط وفصل، واعتني له بولاده الصغار وربيهم. وليش تركتيهم واجيتي تشتغلي عند غيرهم؟
قولي، بالظاهر هن قلعوكي؟ قولي ليش تركتيهم؟ ليش هن صرفوكي؟ سيدي الكبير طلب مني سايره، ما رضيت، خفت على حالي منه ورحت ركيد. حكيت لأمه الختيارة، قامت طيبت خاطري بكم عبارة وعطتني مصاري وأجرة السيارة، وقالت لي برافو عليكي يا بنتي، شريفة فتي لعنا وشريفة طلعتي. وهذا سيدك ما عنده مرة؟ الله بالعمر يزيدك، مطلقة. وكيف لحتى اجتمعتي بجوزي؟ بعد ما طلعت من البيت صرت أطلب مساعدة الناس، والحجي دكانته بخان الزيت وشفته على الأساس، شفق علي وطلب مني إني أخدم عنكم، وقال لي مرتي ست لطيفة وحنونة، وحسيت إنه ما في منكم، وشكرت ربي اللي ما بينسى يرزق الدود بقلب الصخر الجلمود، مع إنه قالوا لي مو كل حجي حجي ولا كل شيخ ابن أصل، بس أخلاق هالحجي فرجة وجمالك بيطير العقل. عدي هنيك على طرف البحرة. ايه ربيعة، شلون لقيتيها؟ باين عليها مهذبة ومطيعة وما فيها علة ولذيذة. الحقيني لقلك يا فريزة. هي الأوضة اللي رح تنامي فيها. صحيح ما فيها فرش على الموضة، بس لطيفة ومنمنمة ويا عيني عليها. على كل حال أنا عندي فوق فرشة زايدة وشرشف والحاف ومخدة، ورح أجيب لك ترابيزة بركي فيها الفايدة، بيجوز تصندي عليها شي وردة. كتر خيرك يا ستي. انتي كنسيها ورتبيها على مهلك، على بين ما أطلع أدور لك على أغراض تلبقلك. خدي المقشة ورشي الأرض بالمي كم رشة حتى ما تطلع الغبرة وتتوسخ الفرشة. الله يخليكن يا ستي. ايه ربيعة، شلون شفتي لي هالبنت؟ يا سيدي فوق ما تصورت. من أنو ناحية؟ يعني باين عليها شاطرة وخفيفة وبالشغل ايدها ماهرة ونظيفة. انت شوف بيت المونة شلون صار يا سيدي، فركت البلاط بالليمونة بعد ما كان كله شحار، وليفت الأطرميزات وعزلت الرفوف وضبت المطبخ وشطفت كل الصاليات بدون ما تنادي لي أو تصرخ، ورجعت كل شيء لمحله بدون ما تسأل، ورجع بيتي أحلى من الأول. بس فشرت تكون أشطر منك، بعدين هي صغيرة ما بتتعب وسنها أصغر من سنك. هو أنا دائما بقول أحلم مني الله خلقه، أشطر مني دم من فلقه. يا ستي الحمد لله على هالتوفيقة. بتعرف أنا حبيتها كتير لهالمخلوقة، باينتها ذكية كتير وعيوقة. صحيح، وما بتحسي عندها فرطة أو مجلوقة. بجوز بس شو؟ بس يعني لو ما كانت حلوة بهالشكل، جمالها يا شيخ بيطير العقل. بالعكس، هي أحلى خصلة، والحلاوة عمرها ما كانت علة. أنو أحسن يعني تتصبحي على بكرة بوش مثل الفل الريانة ولا بوش مثل العنزة الجربانة؟ تف من تمك، شو عم تحكي يا رجال؟ بعدين إن الله جميل يحب الجمال، ليش أنا حابك لكان؟ بس هالبنت يا حمدي جمالها فتان. صحيح جمالها من بعدي، بس عيونها مثل الغزلان. ربيعة، ليكون أنت منها غيرانة، قوليها. ليش كل هالقد شايفني حيوانة حتى شبه حالي فيها؟ وأنا هيك عم أقول، قلت لحالي مو معقول. بس أنا خايفة عليها من أجير السمان وأجير اللحام وهلم جرة، هدول بطير عقلهم إذا شافوا بقرة. ليش أنت رح تبعتيها تجيب أغراض من السوق؟ ما بيخلى الأمر إذا كان الواحد مزنوق. ولا يهمك، من هلا ورايح أنا رح أجيب الأغراض، ابتداء بالسكر والرز وانتهاء بالحفاض، منيح هيك؟ بس هذا تعب عليك. لك ما في تعب يا عمري ولا شيء، انت على رمشي بتمشي، انت بس امري ومن عندي طلبك ماشي، انت بس تمكيجي وتغندري. تسلم لي ما احلاك يا حمدي. بعدين يا ربيعة، انا ما بقدر اهمل البنت، بخاف من الله وعقابه، وبخاف يوم القيامة اذا سئلت ما اعرف جاوبه ويحرمني ثوابه. يا عيني عليك يا حمدي، انت نظيف مثل المرايا وطول عمرك بتخاف على الولاية. ايه طبعا، وخاصة اذا كانوا صبايا، لانه ما بتعرفي هدول بتحوم حواليهم النوايا. الله يقويك ويديمك حتى تفعل الخير على طول. امين يا ارحم الراحمين. وين قايم؟ لسه ما اكلت. حبيبتي شبعت، رح انفجر. خذ هاللقمة لكم من ايدي. ايه بدي اكلها من ايدك ولو بدي انفجر.
يلا دايمة. لوين قايمه؟ بدي لهم الصفرة. حطي من ايدك، شو نسيتي البنت؟ لازم تعوديها على الخدمه والصخره. صح، صدقني لسه ما تعودت عليها. يا فريزة تعي ارفعي الصفرة. على عيني وراسي، ان شاء الله صحه وهنا. على قلبك. لازمكم شيء كمان؟ يرضى عليكي، اعملي لنا كاستين شاي لكان. على عيني. الابريق والببور جوا على الرف وجنبهم علبة الكبريت، ويمكن السكر والشاي حاططهم على الدف، ان شاء الله اكون ما نسيت. مزبوط ستي، شفتهم. يلا، في حدا؟ الحمد لله رب العالمين على نعمه. صحة وهنا ان شاء الله. على قلبك يا حياتي يا ربوعه. يا فريزة بدي اطلب منك طلب يا ست الكل، بس لا تزعلي مني. يبعت لي حمى وداء السل، ليش لا ازعل ابن عمي؟ يا ريت انت تطبخي، مالي حابب طبخه. فاصولية الحب معك بترتخي، بس معها خايف تعمل لي نفخه. يو شو هالحكي يا حمدي؟ ليش فكرك هي اللي عم تطبخ؟ ما بعرف، هيك ظنيت. هو بيني وبينك يا ريت، والطبخ كتير بيسعدها، بس بصراحة طبخ البيت ما بحب سلمه لحدا. الحق معك، لانه اذا طبختي بايدك بتعرفي شو عم تدحشي بمبلعك. هي صحيح بتعاوني بتفصيص الثوم وتقشير البصل، بس اني سلمها تطبخ ابدا ما حصل، صدقني يا عيوني. يسلموا لي عيوني، يسلموا لي هالعيون، بس ثاني مرة بكون ممنونك لو رشيتي على الفاصولية شوية كمون. لك تأمر يا حبيب قلبي. يلا خلي لي اياكي يا رب. ستي خلص من عنا الشاي الاخضر، كنت حطيت لكم شاي احمر. شو هالحكي؟ هي نسوة تنتسى. على كل حال معلش، فريزة بجيب معي بكره المساء. وين رايح؟ ما بدك تشرب الشاي؟ بدي اتوضى وصلي العشاء. هلا بيبرد الشاي. بحبه من ايديك خمير يا حلوة. بحبك العافية يا عيوني. يا حياتي انا على هالهنا دي انا. فريزة روحي ناولي سيدك سجادة الصلاة والبشكير، وينك شطفي بدربك بيت الخلا، وخدي معك هالصحن وهالكفكير. حاضر ستي. غفرانك يا ربي غفرانك. اللهم يبعدنا عن الحرام والنظر الحرام بجاه الأولياء والصالحين وسائر الأنام. غفرانك يا ربي غفرانك. شايفتك عم تستغفر ربك، ممكن أعرف شو ذنبك؟ يا ربيعة هي رابع مرة بتوقع عيني على شعراتها، يعني نص شعرها باين غطاها صحت على كتافها. إيه ما بيجوز، والمسكينة ما في مجال تخبيهم مني. سلام قولا من رب رحيم. شعرات مين؟ يعني مين في غيرها بالبيت يا ربيعة؟ وليش هيك تضايقت وانهزيت؟ إيه شو هالشغلة الفظيعة؟ إذا ظنيت الشغلة أكبر، يو أنت التاني. ما بقدر أعمل منكر، ما بيطاوعني وجداني، وإذا بدك شغلة أخطر رح أحكي لك بلساني. هات لشوف. هذا يا ستي طلعت من البيت بكير وتركتك تنامي لضحوة، وقلت لحالي بطلب من فريزة تعمل لي فنجان قهوة، بس عفوك عفوك يا ربي، عفوك يا ربي عفوك، دخيلك لا تاخذني. إيه كمل شو صار؟ ها
لمحت البنت بكسر الهاء دون قصد، وركبتها مكشوفة عم تسقي مثل البلهاء حوض الورد وما لها حاسة بهالشوفة. غضيت نظري وقريت سورة التوبة والغافر، خفت هالنظرة تكون محسوبة عند الملائكة بالدفاتر، وطلعت من البيت متوسوس وتوسلت للأنبياء تتشفع لي، وقعدت بين التجار بالمجلس ومن برجه طاير عقلي. بقى الله يرضى عليك يا ربيعة، قولي للبنت تلبس وتتستر لي، اضمن لي. يعني هلا مشان شوفت ركبه عم تقرا سوره التوبه؟ يعني يا انا بطيبه قلبي جدبه، يا انت صايره اخلاقك عجبه. ولك حبيبتي انا خايف على رزقة المحل، لانه اذا اذنبت معها الرزقة بتقل. ايه بس يا حمدي الدنيا حرائي، ايه مو معقوله لبس البنت لكاحلة؟ خوش هي ما بتمانع وبتجي على مرائها، بس مو معقوله ضايقه. ما بعرف يا ربيعة، المهم انا حكيت ونبهت. ايه قوم قوم يا قلبي قوم. لوين بدي اقوم؟ قوم نشرب الشاي على المشرقه، مبينتك معصب عن حقها. قومي. شو هاد يا شو هاد؟ قسما بالله الحالة ما بتجوز. يعني بيهون عليكي اذنك كل ما دقت الجرة بالكوز. خير شو القصه اليوم كمان؟ لازم هالمخلوقة تتستر وتحتشم، كل شعرة شفته هلا، ولازم هالامر ينحسم قبل ما بنار جهنم اتعلق. ليش شو شفت؟ شفت شي؟ معلوم شفت شي، شفت كل شي. شو شفت؟ شفت ايديها من الكوع لتحت، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. بقى شلون الله بده يفتح ابواب الرزق بوشي، وشلون شغلي بالدكان بده يمشي. بقى خلي البنت تتستر او من بيتنا هلا تتيسر. طول بالك يا حمدي، هالشغله دبارة عندي، بس بدي اسألك. تفضلي. فكرك هالبنت قاصدة تورجيك حالها؟ لا اشهد بالله، بالعكس المخلوقة مو بهالوارد الله يعينها. والمشكلة يا ربيعة انه لا بقدر اتخبى منها ولا بتقدر مني تتخبى. بقى شو ذنبي يا ربيعة وشو ذنبها؟ طيب انت ليش بتدقق كثير وبتعصب بلا طعمه؟ اذا كان بدك ياني اكل مش بالعتمة. على كل حال انا عندي الحل. شو هو؟ افضل شيء نستغني عنها ونسفرها لبيت اهلها. بس انا تعودت عليها يا حمدي، وانا بالشهر التاسع وما في حدا عندي. بيهون عليك تعبي يا ابو حامد. لا حول ولا قوة الا بالله. لا والله يا ربوعتي ما بيهون. اصبح لا تخليها تروح، خاصة انه اهلي دريوا انه في عندي صانعة عم تخدمني، والكل حسدوني عليها، وفي منهم طلبوها مني. بس انت لا تنخض ولا تفكر، انا رح خليها تتستر قدامك قد ما بتقدر. شوفي يا ربيعة، انا عندي حل شرعي وديني. شو هو؟ والمطلوب تطاوعيني. انا بأمرك حبيب قلبي، بس شو هو؟ شو رأيك يا بنت الحلال لو كتبت كتاب براني عليها وبهالحالة رح... نعم؟ شو عم تقول؟ يا ربيعة شوفة الحرام صدقيني بتقطع الرزق الحلال، وما بدي يصير فيني على نفسها جنة وصال. ومنو هي وصال كمان؟ هيك بيقولوا. وينك؟ عندي حل أمثل وبتصوروا أفضل. وشو هو الحل بقى؟ بناخد فريسة لبيت أخي تخدم عندهم، وأخي مثل يا حبيبي عليك، أخي بدك صانعتي فريزة تروح تخدم سلفتي عزيزة؟ يا عيني، يعني ما بقى غير ضيف الفارة لوز والجرادين تاكل موز. هي من غير شي رافعة من خار علي، بقى كيف إذا صار عندها صانعة؟ لا ما حزبت بنوم. طيب شو أعمل لكان؟ لاقي لي حل، الله وكيلك رزقي انقطع بالمحل. ماشي الحال، انت روح على دكانتك وخليني افكر على مهل. انا مسرورة كتير لأمانتك، وإلا ما لاقي لي شي حل سهل. ماشي الحال ربوعتي، يعني الله يختار لي فيه الخير. يلا سلام عليكم. وعليك السلام. بدك شي قبل ما امشي؟ لا. السلام عليكي.
بحبه. من كل الأراني مسدودة يا ربيعة، ومع إنه السوق ناشط ما عندي لا شروة ولا بيعة، وبصراحة مالي ناوي أصرف من الرسمال. توكل الله يا رجال، التاجر مثل الشجرة بينكسى وبينعرى. صحيح، بس في شي بحياتنا مو طبيعي، حتى الله موقف رزقي وخايف لكون عامل لي شي عملة والله بعدي اسمه عم يجازيني على عملتي. فكرك يعني انه طبعا شوفة الحرام ممنوعة شرعا. طيب إن قبلت عرضك بتعاهدني إنك تصون عرضك؟ ما فهمت عليكي. يعني إذا كتبت على فريزة كتاب براني ما بتعمل لي كان إيماني؟ شلون يعني؟ يعني بتعاهدني إنك ما بتحكي معها لا كلمة نازلة ولا كلمة طالعة؟ معقول يا روحي اترك الست والحق الصانعة؟ شو هالحكي اللي بيهز البدن؟ ان شاء الله يتحشوني بالكفن اذا كان ببالي بال، بس كل القصد يعني اذا وقع نظري عليها وهي عم تشتغل بتكون هالنظرة حلال. طيب إذا كان هيك ساوي اللي بيريحك، لأني بصراحة ما بقدر أقعد بلاها. ولا يهمك يا ربيعة، اصلا رفيقي مع صناعته سواها ولحد هلا عايش مثل الاخوة هو وياها. طيب إذا كان هيك الله يرضى على رفيقك وعليك. إيه هيك ها؟ لك يسلم لي هالوش يلي ما بحسن خونه بنظرة غش. خدي دوقي هاللوزينة، هي من حلب محشية باللوز، جاب لي اياها صانعي ابو الزوز. الله يخلي لي إياك يا رب. صحة وهنا. طيبة. آمنتي بالله ترارارارم، آمنتي بالله نور جمالك آية من الله، آمنتي بالله ترارارارم. يلا مع ضيوف واحبه، يلي جوا لا يطلع لبرا ويلي برا يفوت يتخبى. اتفضل يا شيخنا، تفضل شيخ بكري. يلا اهلا وسهلا. وعليكم السلام. يلا اتفضل للصدر يا سيدنا. شكرا. ستي اجا سيدي ومعه ضيوف. وليش هيك ملهوجة؟ سمعته دايما هيك عادته، ما بيقول لي انه حيجيب ضيوف سيادته. ومين يلي معه؟ معه 2 أفندية وشيخ بحطة بيضة. ما كذب خبر الزلمة القريضة. يا اهلين وسهلين شيخ بكري، اشرقت الانوار. شكرا يا ابو حامد شكرا. ايه سيدي ان شاء الله البنت جاهزه، حكم بدي اخلص شغلي قبل ما الكم باي باي. إيه بس مو معقوله قبل ما تشرب كاسه شاي. يا سيدي انتوا الكريمين ونحن المستاهلين. الله عليك يا شيخ بكري. الله يخليك. كيفك ربوعتي؟ يلا يا بنت، خليكي واقفة جنب الباب، وإذا سألناكي سؤال بتردي جواب. جواب شو سيدي؟ مثل ما عم قل لك الشيخ إجا مشان يكتب الكتاب. كتاب شو؟ ولك كتابك علي. كتاب شو؟ كتاب شكلي صوري مشان الحلال والحرام، هيك الأصول، واتفقت أنا مع ستك إذا حابة تضلي معنا على طول. ليش أنا رح لاقي أحسن منكم؟ إيه ما رح يصح لي، والله أنتوا أعز من أهلي. ولازم تفهمي إنه كل شيء رح يضل على ما هو، غرفتك تحت الدرج ونومتك على ما هي. يعني كل شي رح يصير حكي بحكي، بقى لا تفرحي كتير وتضحكي. وبدي اياك تفهمها يا حمدي انه تضل انا الست وهي الجاريه، والشغله كلها من ترتيبي، مو المي من تحتي جاريه. فهماني شو قالت ستك؟ فهماني سيدي. وانتبهي على شو فهمتك. اي شيء رح يقلك يا شيخ بتقولي ايه؟ طيب مثل شو سيدي؟ مثلا بيسألوكي بتقبلي تتجوزيني على سنة الله ورسوله؟ بتقولي نعم قبلت. بيسألوا لأنه قبضتي مهر؟ بتقولي نعم قبضت. بيسألوكي قديش قبضتي بنات بدهروا هدول؟ بتقولي مثل ما بده سيدي،
هو الرجال وانا البنت. ليش رح تكتب لنا نقد؟ ايه طبعا ما بيصح العقد بدون كتابة نقد، وانا رح اكتب له 10 دراهم فضة مقدم ونصهم مأخر، مثل ما قلتي ربوعة، يعني شغلة حكي بحكي. اوعك لما بيسألوكي تتلبكي، خليكي بالأوضة وعلى نصتك، والأخذ والعطا من ورا الباب وعلى مسمع من ستك، فهمتي؟ مثل ما بدك سيدي. لك ليكوا التاني على هالكلام السخيف، مو مثل ما بدي، مثل ما بده الشرع الحنيف. إن شاء الله يا ربيعة ربي بعد اسمه ببحبحها معنا، لأنه نحن عملنا ما استطعنا. ربوعة حبيبتي، لك كل شي فداكي بيهون. ايه يا ابو حامد شو صار معنا؟ انا مستعجل، عندي موعد ببيت الرتة. يا سيدي كل شي جاهز، والبنت موجودة بالأوضة مع ستها. عظيم. هلا صارت موافقة البنت ضرورية، وانت يا ابو حامد لازم تضل قاعد هون لحتى نترك للبنت كامل الحرية بالرضا والقبول. بتأمر أمر يا شيخي. استغفر الله. شرفوا يا شباب. شرف شيخي شرف. يا الله يا الله يا الله. شو شيخ بكري؟ طمني، مشي الحال؟ الحمد لله مشي الحال. وقبلت توكلني، قال هي يتيمه ما لها حدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ستي بدي اسألك. شو بدك هلا؟ العمى ما اسألك. ليش سيدي ما جاب معه سبت؟ سبت شو؟ سبت سكاكر وراحة يلي بيجيبوا العريس لعروسته بليلة الدخلة. ليلة الدخلة؟ يا ريتك تدخلي على نار جهنم إلهي. ليش ستي؟ مو تجوزني قبل شوي وخلاص؟ جواز قبرصي إن شاء الله، ما قلنا لك الشغلة كلها حكي بحكي مشان الحرام والحلال؟ يعني وضروري يكتب كتابه علي وتجي كل هالرجال؟ هيك عقله، قال حتى يتوفق بشغله. القصة وما فيها إنه هو صاحب دين، وإنتي عديم ووقع بسلة تين. ايه سيدي، ان شاء الله الف مبروك، كل شيء صار على تأنينه، سبحانه ربي يلي يسر لنا دينه. ايه والله يا شيخي سبحانه. تشربوا شاي اخضر استيكانو؟ ما في مانع، بس مستعجل بدي لحق الصلاة بالجامع. صح، الحق معك، بتحب كل شيء باوانه. شيخ بكري. هاي يا بنت، اتستري منيح وروحي على المطبخ اعملي لنا كاسة شاي استيكانو، اوام. ما شاء الله ما شاء الله، وكان طول واوان فتان مثل عود الرمان. تعي فريزة، عدي هون. اسمعي، ما رح يختلف شيها، بتضلي انتي صانعتي وانا ستك، وكل شي بده يمشي مثل ما فهمتك، يعني انا فوق وانتي تحت، مثل ما لنا قاعدين بهالجلسة، واوعك تعملي شي من تحت لتحت، انا وراكي على الدعسة، فهمتي ولا ما فهمتي؟ فهمت ستي فهمت. الله معك، مع السلامة شيخي، الله معك حبيبي، الله معك حبيبي. يمكن راحوا، ضبي شعراتك. ومنيح يلي انتي على نياتك. اوف راحوا. تضايقتي يا حبيبتي مو هيك؟ ضايقت لاني اشتقت لشوفتك والقعدة معك. كل هالقد بتحبيني يا ربيعة؟ والله فشر عمر بن ابي ربيعة. وليش لحتى ما احبك؟ وانت عم تساوي كل شي بريده. ليش بيسترجي العبد يرفع راسه قدام سيده؟ ولك تسلم لقلبي على هالكلام الصدق يلي بيخلي قلبي يطرق من جوا طرق. شايف لك قعدتنا هون، ايه مالها جنس الطعمة، امشي لأوضتنا حتى نغير النغمة. ليش لا؟ امشي حتى لعبك دقين برسيس نخزي فيهم بليس. وانتي فريزة رجعي الكراسي لمحلهم واشطفي أرض ديار، وروحي نامي بأوضتك، بكرة عندك طبق غسيل والمطبخ بده تعزيل. قومي
قومي، ما سمعتي شو قالت لك ستك؟ مبلا سيدي مبلا، بس عم بستناكم لحتى تطلعوا من الغرفة، لأنه بدي كنسها وأعمل للعتبة شطفة. شو؟ شايفتك فايق اليوم بكير مع صوت الشحرير. ايه والله يا بنت الحلال، كتران البيع علي والملايكة عم تحوم حوالي. لا تقولي كله هذا رضا ولله الحمد، وعهد الحرام انقضى وحطينا له حد. الله يوفقك يا حمدي وياخد بيدك. المهم أنا رايحة اليوم على الحمام، بدي أقضي نهاري. حلو يا ستي، نعيما سلفا. شو هي نعيما؟ بدي مصاري. فهمت عليكي، تكرمي. خدي قد ما بدك وتنعمي. هي اجرة الحمام لأم بكري إلي ولصانعتي، وهي للجواني، وهي للبراني، وهي بخشيش علشاني. خدي كمان، خدي. ليش الطمع؟ أنا مالي طماعة، الطمع ضر ما نفع والعبرة بالقناعة. طيب وهي مني إكرامية، روحي بقى انبسطي وتهني يا حورية. الله يرزقك يا رب. لكن رح اعمل طنجرة مجدرة ورح اخذ معي مخلل، بتعرف النسوان بيحبوا القرقرة، اذا تعوقنا لا تسأل. لا ما راح اسأل يا ستي، هنا بكل لقمة. على كل حال اذا انا تأخرت وما رجعت على البيت راح اتغدى مع جاري الخياط قربيت. ايه يلا. يلا انا رايح، بدك شيء؟ سلامتك، الله معك. خدي راحتك وتحممي ونعيما سلفا ان شاء الله. الله ينعم عليك، الله يفتحها بوشك الهي. الله يسلمك. فريزة يا فريزة، تعالي. نعم ستي. خلي عندك شوية ذوق وطلعي عاونيني ضب البقجة، بدنا نبكر بنروح على الحمام. يلا. إيه بس أنا ما بقدر أروح معك يا ستي. وليش بقى؟ هيك يعني حاسة بشوية برد وبدني عم يفور ويهمط وشعر جسمي واقف مثل جلد الأنفود. إيه لا ما في فكة، بدك تروحي معي، بدك تساعديني بحمل البقجة، حاجة لعي. حاضر ستي، من شانك رح أصبر على وجعي. اهلين اهلين وسهلين بربيعة خانم حبيبة قلبي. شو؟ امتى بدنا ناكل كراوية الصبي بالصلاة على النبي؟ قل هو الله احد، امتى ليجي الصبي؟ بالهنا ان شاء الله. ايه الله يطعمك الخلاص والخلقة التامة بين الناس. يسلموا ان شاء الله نعيمة. اوف شو هالحرائي؟ بهالخطوتين من البيت لهون انتزع مرائي. وينك يا عم حدو؟ تعي خدي البقج من البنت وفوتيهم حطيهم عندك بالدهليز، وقولي لأم عبد البلاني خليها تتوصى بالتراب الحلبية والتكييس. على عيني، تكرمي ام بكري. ستي زاد علي الوجع ومغصتني مصاريني وخايفة على حالي اوعى وتتلبكي فيني. إلك على خدي هاي المفتاح، معي مفتاح تاني، روحي بوشك على البيت واغلي شوية نعنع ودهني بطنك بالزيت واستنيني لأرجع، خدي. كتر خيرك يا ستي. روحي من طريق السوق ولا تفتحي الباب لحدا ها. خلص ستي، ما رح افتح لمخلوق. حتى هاتي المناشف الصرمة يرضى عليكي. يا عمي شو الشوق هذا؟ ما بطلع يا ماما، ما بطلع إلا بحلق الماس. شو ربيعة خانم؟ شايفتك ما تحممتي؟ ما تحملت يا ام بكري. ليش كفى الله الشر؟ الدنيا شوق وهالولد بكري، فقلت لحالي يا بنت تعي بكره على رطوبة وبكري، أحسن ما يصير شي لهالولد، هيك فكري. الحق بإيدك، ما في أصعب من المصابحة الماسية. على كل حال أهلا وسهلا فيكي ربيعة خانم. أعطينا كاسة شاي يا أم حدو. ما في لزوم ما في لزوم، خليني أروح أحسن لي. تفضلي، هي إجرة الحمام يا أم بكري. يو شو عم تحكي أنت؟ إيه أنت ما تحممتي بالمرة، شلون بدي آخذ منك إجرة؟ تسلمي لي. خدي مني ولا تكسفيني. طيب ماشي الحال، رح آخذ،
انت الكريمه ونحن ان شاء الله بنستاهل. وهي لأم حده خليها توصل لي البقجه للبيت. يسلموا ايديكي، خليها تروح معك توصلي. لا بروح لحالي، معلش مو لهالدرجه. يلا خاطري. الله معك، مع السلامه ربيعه خانم. يا ام حدو. فريزة يا فريزة، لك وينك يا بنت؟ وينها هي؟ فريزة لك وينها هي؟ فريزة يا فريزة، وين صارت هي؟ فريزة فريزة ولك فريزة، لك فريزة، ولك فريزة، لك فريزة افتحي خلصيني. شو عم تعملي بأوضتي؟ أوام أخذتي وش علي وانفرضتي؟ والله لخلي حمدي ورجيك الجو الدور. لك افتحي خلصيني، افتحي باولة. آخ يا خاينة يا غدارة، تفوح عليكي يا فارة. والله لا أعمل فيكي العمايل، والله لا أعمل من لحمك فداية. بعد هيك بعد هيك انت الثاني بعد هيك. خلص بقى، شو صار لك؟ شو صار لي؟ عم تدافع عليها كمان؟ هص ولا حرف، لا تعملي لي فضايح. ولك عم تحكي انت الثاني؟ وليش لحتى ما احكي؟ كل القصة وما فيها انكم صرتوا مثل بعض. كتبت كتابي عليها حسب السنة والفرض، وما في لزوم تسبيها وتمسحي فيها الأرض. آخ يا راسي شو عم بسمع؟ عمري ما عرفت الحرام، والشرع سمح ب4، كل وحدة إلها 3 أيام ما عدا يوم الجمعة. الله يرضى عليك يا ستي هنية، اعطيني شوية ملائط من الصينية. تكرم عينك سميحة. يسلموا انام لك. ولو أنا مثل الأخت عم عامر. تموتي بدأتي انتو. بتعرفي يا سميحة، أنا لسه ما شفت ولا عيني رقت مثل غسيلك، ومهما درت ولفيت ما بلاقي مثيلك. دخليك قليلي شو بتساوي له حتى هيك بيكون أبيض وناصع وواقف مثل الورق؟ الظاهر بتكتري له صودا مو هيك؟ بالعكس كان احترق. يو لكن شو بتساوي له حتى بيطلع بهالبياض الناصع؟ يا ستي أول شي بنقع البياضات 3 ساعات بالمي مع برش الصابون، وإذا كان بدي أغسل حفاضات بضيف لهم معلقة كبيرة إلي وشوية كربون، وبغليهم ساعة على البابور بالتنكة، ووقتها بتشوفي هالوسخ كله حل والغسيل ما في الوتكة. بعدين أبات القمصان المزفتة بحكة حك بركبة الجمل حتى يرجعوا جداد، وبنزل فيهم بها بتشطعك. وما بتتعبي؟ بيساعدوني الأولاد. يا عيني عليكي. وبعد ما فض الغسيل بيشروا فورا على الاسطوح وبعجل، يعني من الفض والعصر للحبل، لانه اذا تركتيه بيقلقل وبيجعله وما بيسبل سبل. هو فعلا سميحة انت غرضك فعلا مدقة. ايه وما بيشبله شبل. كل شيء إلك يا ستي مركن. الهمة هي الأصل. تقبريني يا هنية، ناوليني هالملقط من عندك، هالملقط رفات ومنزوع. تفضلي. يبعت لك الهنا، وهذا راسه مخلوع. طيب وهذا ما عم يضب منيح، راسه يمكن مصروع. هلا ما بدك تفهميني شو الموضوع، شو بدك تشغليني تحت ايدك؟ لك تقبري عظامي يا هنية، شو انك لزقة وانا عن طيب نية لزقتك فرد لزقة. شو بدي اعمل؟ اللي ما له حظ من سلفته لا يتعب ولا يشقى. إلا كان تعالي نقعد بأرض الديار ونشرب قهوة ونشق على الولد. صار له نص نهار عم يتراششوا بالمي ويمكن أخذوا برد. اي معلوم، إذا غاب القط العاب يا فار، بس لا تخافي عليهم، واحدهم مثل الخلق.
امتى بده يجي جوزك رضا؟ هلا وقته، لكن نروح اتغطى. معك حق، هي دقته. يا ولاد افتحوا الباب لبابا. على ايه بابا؟ سكر الباب. مرحبا يا سميحة، إن شاء الله تكوني منيحة. اهلين ابن عمي، جبت الصفيحة؟ جبتها. صفيحة بدبس رمان مثل ما بتحبي. يعطيك العافية ويسلموا هالديات يا ربي. شو وين سلفتك هنية؟ فوق بالعلية، رح تنزل بعد شوية. إيه، لكن حطوا لنا غدا على بين ما أشلح وألبس، أحسن ما تبرد الصفيحة، لأنه إذا تركناها بتيبس وما بتعود طعمتها منيحة. إيه. يلا تعالوا يا اولاد الحقوني على المطبخ. ليك شلون لحقوها مثل الجداية على المسلح. خذوا ماما الصحون حطوهم على الطاولة. خذي انتي ماما المعالي تقبريني، روحي. صفيحة، يا سلام على هالريحة. هاتوا شي قرص حتى دقلكم. أنا روح قلبي الزفر، وإذا مو طيبة رح أقلكم. وامتى بده يجي جوزك من السفر وتخلصينا من زيارتي؟ حاكم هيك الله امر نتحمل سآلتك. عازك وعوازك والف رقعة بإنبازك، أنا جوزي خلاني هون حتى ما تضلي بقمع راسي. معنات هالشي إنه أنا عندك ضيفة، بقى لازم تدلليني وتطعميني وتعرفيني وتكوني معي لطيفة. بتأمري امر ست هنية. قلتي لها لجوزك يجيب لنا مامونية؟ هلا خليكي بالصفيحة، المامونية مو طيبة الا الصبح. أكيد الصبح، أنا ما بالأمازح. ولك شو صار لك تفجعنتي عندي؟ شو جوزك حارمك الاكل يا بعدي؟ ما بعرف، نفسي عندك بتنفتح وبتشهون، ومهما عملت حالي أكابر مدري شو بصير لي عندك، بتفجعن. طيبين هاللبنات. ولك لا تطيري غداكي بالمطبخ، هلا بنتغدى كلنا سوا. مو بإيدي، عصافير بطني عم تصرخ. بس الجمل لو غب مثلك كان ارتوى. بتعرفي يا سميحة شو بدنا أكلة بعد أكلة هالصفيحة؟ لا والله ما بعرف. بعد هالأكلة بدنا أكلة حلو، لأنه بالحلو حيطان المعدة من جوا بينجلوا. يا لطيف يا لطيف على وحامك ما أسأله. وانتي قلتيها بتمك يا عيني، أنا مخلوقة عم بتوحم، إذا انتي ما تفهمتيني يمكن جوزك يتفهم. وشو المعنى؟ المعنى خلي جوزك يجيب لنا بعد الغدا كنافة مدلوقة، وكنافة جوزك الملوك بتنهدى، بقى لا تطنشيني يا مخلوقة. بتعرفي يا هنية اللي مثلك ما بيقدروا ينضبوا على جلقتهم بينسبوا. يو أي مو مشان الببو. يي الله يعيني على هالزيارة. ليش؟ لأنك ركبتيني مثل الحمارة. لا ولو محسومة، بس بدي مدلوقة، مو بإيدي سميحة، عم بتصور حالي عم دوقة. تكرمي. شو زعلتي؟ على حساب انتي سلفتي ومثل اختي. لا ما يهمك، ما زعلت. اذا زعلتي بطلتها. خلاص عمل لك ما زعلت. اصبح قليله قبل ما يشلح. لك قريضة تقرضك، ما فيكي تنطري للمساء. سميحة انا بعرضك، خايفة طلبي ينتسى. خلص هلا بقول له قبل ما يروح على شغله. لك خلاص بقول له. شو جعتوا بابا؟ اجانا كتير. يلا يا سميحة، لك وين الصفيحة؟ يلا جبتها. اوعك تنسيها يا سميحة. خلاص ما رح انسى. بتعرفي يا سميحة لو بعرف انه جوزك بيرفض لك طلباتك السريعة، ما كنت تمدمدت عليكي وتمايعت هالميعة. بس عندك جوز ما شاء الله مثل هريسة اللوز، بيطالع المي من الصخر لك والزبدة من قشر الموز، مو مثل جوزي ابو الفوز هداك. لك اخ لك خلينا نمشي هلا، امشي قدامي. اخرناك مو هيك؟ لا بس جاع اولادي ومن جوعهم رح يقرمشوا الزبادي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ هاللقمة مني تقبرني كلها لحمة. لك يسلموا ايديكي يا حق، وانا قلبي على لقمة من ايديكي عم يعمل حق بق. الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك. لا حول ولا قوة الا بالله. خير سميحة، على شو عم تتحولي؟ ما في شي، سلامتك تقبرني. هي سلفتي هنية عم تشكرني. على شو؟ عصفيحة
قال لأنه من زمان جاي على باله هالأكلة. ذكريته صحة وهنا. على قلبك. بصراحة يا سلفي أنا قدام الأكلة الطيبة برتخي. إن شاء الله مجاري الهنا مرت أخي. بس بتعرفوا بشو لازم نتمحلى بعد هالصفيحة؟ بشو؟ لازم نتمحلى ببطيخة. بطيخة؟ إيه لك بتبرد على قلبنا ومنه بتساعد على هضمنا. ايه وقريضة بطيخ، شو معنى بهالصيف منه؟ ما في غير منذبح البطيخة ومننزل فيها تفسيخ، حاجة بقى سلفي، لازم نحل عنه. إيه والله حيرتوني. بشو بدنا نتمحلى لكان حاكم الصفيحة كلها دهن. ما بعرف أنا، اسأل سميحة. هلا بتقول بدها شمام وأنا وياكي على الرهن. لا لا ما بدها شمام. شو بدك سميحة؟ أنت بس أمريني. إذا جيت للحق ابن عمي، جاي على بالي كنافة بالسمن العربي، بس هلا لا تاكل همي، بكره بتلبي طلبي. وليش بكرة؟ هلا وأنت اللي قلتي. وين آية؟ كمل أكلك. طلبك فورا رح يخلق. شايفة شو بيحبني يا سلفتي؟ ايه بلا. أنا ما قلتوا لي شو جيب لكم؟ كنافة مدلوقة ولا قطايف عصافيري؟ لا القطايف ما بدوقة، ما بحب ريحتها بمناخيري. بس يا هنية المدلوقة بدها عجن وبدها شغل وبدها فرك بقلب الصينية وتحضيرها والله مو سهل. ولا يهمك سموحة، عشيكي بين ايديكي، انت قعدي وشم الريحة وغير هيك ما عليكي، انا رايح لغير ثيابي وانزل على سكة الميدان. وهنيك كلهم اصحابي، حيدر وداود وسرحان. والله لبك عليك يا سلفي، لهفتك على سميحة بتكفي. ليش كم سميحة عندي انا؟ يلا انا رايح البس واتيسر. انبسطتي هيك هنية خانو؟ استني، شو بس انا اللي بدي اكل وانتو كمان صابتكم طرطوشه. ماشي الحال. بتعرفي ولد سميحه شو جاي على بالي اكل بهاللحظه؟ شو بدك تاكلي؟ تاكلي هم قلبي ان شاء الله. زنقل. شو هاد؟ زنقل زنقل، بطلتي تفهمين؟ اخ يا سميحه فائس وحامي على اكلة عجه وزنقل. يخرب بيتك، وحده وحده. فعلا في ناس اذا بينعطوا وش بينجلقوا وما بيعودوا ينضبوا. ايه مو مشاني، مشان الببو. ايه قومي هلا، قومي من وشي، احسن ما تعدي وتتيبسي. فوتي اجلي الصحون وتحسوسي. ما بحب اجلي الزفر، بطيلس على الصحون طيلسه. اصلا ما في شي منك منتظر غير التفتي والمسخره والمقلسه. يلا السلام عليكم، وان شاء الله المسا بتكون الكنافة بين ايديكم. الله معك ابن عمي. سميحه مالك ملاحظه مثل ما انا ملاحظه؟ وشو ملاحظه بقى ست الحسن؟ صار لي زايره عندكم مده وجوزك محيرني بامره، بيتهندس وبيشكل على صدره ورده وبيتركنا لحالنا وبيدير ظهره، وانتي حضرتك اذا تاخر بالسهره ما بتعاتبي، وان صدف وتغدى برا ما بتلومي، وان حكى لك شي قصه ما بتكذبي. لك والله لو جوزي عمل فيي هالعمايل لاعمل من لحمه كباب، ما بسكت له عن هالمسائل حتى لو بده يوصل الدم للركب. شو اعمل لك؟ انتي بتحبي النكد، بس جوزي شايفني مو مصدق وما في بحياته غيري احد. بعدين الرجال بيني وبينك اذا حبستيه بيكرهك وبيتضايق منك، اما اذا اجيتي على عقله وسايرتي مو ممكن يستغني عنك. يقبر قلبي هالرضا شو نفسه هنيه ووشه بشوش، وما اعدم طوله يا حق لما بيلبس هالطربوش. بس انا عم بقصد بعدين ايده كريمه واللي بجيبته مو إله، ومهما كانت الشغله غاليه وإلها قيمه صرف القرش عنده ما اسهله. ما اختلفنا يا سميحه، بس انا يعني وين بده يروح؟ عما يروح مع رفقاته على القهوه، يا عما يسهروا على القسط وحبيت رفيقه بالربوه. انت شفتيه بعينك ولا هو اللي حكى؟ يخرب بيت عدوينك، ليش بتظني وبتشكي؟ معلش يا ستي معلش، خليني هلا شك احسن ما بعدين انزل على راسي شك. يا هنيه يا هنيه، انت جوزك ملفلف والله خلق اخين ما خلق طبعين، وعلى طول بيحلف على المصحف وانت بتصدقيه خزيت العين. وبعدين انا جوزي خلص صار لي منه 3 اولاد وحاببني، ولو بده يملص مني كان ملص وكان مرمرني من زمان وعذبني. هيك فكره؟ ايه لكن شو، الله ينجينا من مكره. قومي لقلك هنيه، قومي غسلي للولاد بالصابونه وخلينا يلعبوا ببيت المونه، لانه بيت المونه رطوبه وبيحبوها وما في اطرميزات بالاراضي حتى يكسروها. ايه بتأمري امر سميحه خانو. يلا يا اولاد امشوا معي، تعوا.
على العافيه ابو ياسين. اهلين وسهلين اخي رضا يا ميت، اهلين وسهلين ومرحبتين بالوش الحلو. شو قصدك يا رجل؟ صار له زمان القمر بمان. لك الله يخليك ويديمك، ما لنا غنى عن الاخوان. يا اهلين رضا. ايه اخي امرني. بدي سطلين قشطه مرتبين مدللين شغل الغوطه. ايه مو تكرم عينك، ايه مو على عيني وعلى راسي، كما رضا عندي انا. شلون بدك اياها؟ نية ولا مغلية؟ بدي اياها نية. ايه وصلت يا روحي وصلت. عندي قشطايات، معتبرات، بلديات بيشتغلوا معك للعصافيري وكمان شرحوا استيتيات. بقى شو طالبة منك المخلوقة؟ بدك نافة مدلوقة. أصبح اختلف الكلام، الكلام كله اختلف. بس ولا يهمك، أنا رح أعطيك سطل قشطة ما في مثيله بنص الشام، ما في. دوق حبيبي دوق، دوق وادعي لي على نصتك. لك ايه شو ما فيني ذوق لحتى شك بقشطتك. أخي لحس لك لحسة وتحاش خنصرك بها السطل. لا اله الا الله يا حبيبي، انا ما بحب اللحوسة، اعطيني شي رطل. ولك أخي شبك خايف؟ الحاس نزل خنصرك بها السطل واعمل مثل ما بيعملوا الناس. الحاس أخي الحاس. امرك. ها شلون شفت لي القشطايات بالصلاة على النبي؟ ما بهون شي. قال ما بهون شي، قال لا شك انك غشيم ما في مجال. ولك يا رضا هي قشطة مقشوشة قش من الصواني عن ندى الفجرية. الله وكيلك بيت المهايني كل طالع صباح إلهم 9 سطول وزبدية. الله 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 يبارك لك يا ابو ياسين، الله يبارك لك ويجازي ويطرح الخير ويبعد الضرر ويكبر لي بزاز المعازي. يا سيدي امين. بتعرف هاللحسه اللي لحستها هي بتمد بعمرك من هون لحرستها. وانا اصلا لحستك حتى تعيش اكثر ما عاشت ستك. ليش؟ لاني بعزك واعطيتك قشطه من تم المعزايه لبزك، قصدي من بز المعزايه لتمك. تشكر يا ابو ياسين تشكر. اخي انا شعاري اتقن عملك تنل املك. هيك قول للناس اذا حدا سالك لسنا الوحيدين ولكننا الافضل. بعدين مو مين ما كان باع قشطه يعني قشطه. الي جار باع سطل لجماعه جابوا له الشرطه. اوف. وليش بقى؟ لانه قشطه مو عن حقها، قشطه مغشوشه ومحمضه، يمكن من كتر الناس مو مفوته اصابيعها بالسطل. طبعا هالكلام اكيد، لكن ليش تركت الكل وجيت لعندك ركيد؟ ايه سيدي شو قلت اللي بدك؟ بدي سطلين يعني رطلين. اسمع مني خذ 3 سطوله. قل لي ليش؟ ليش؟ لانه هالقشطه مهوله وخفيفه على المعده وما ثقيله. ماشي، عطيني 3 سطوله، بس المشكله ما عندي اكيله. اعزمنا اخي رضا، اعزمنا حتى نجي ناكل معك. حاكم حشات الذكر مهما اكلت غير القشطه ما بتنفعك، لانه لا بطنك بيعود بيوجعك ولا وشة أذان بتصرعك يا سيدي، وما بيعود في خوف عليك من شي حية تقرصك أو عقرب يلدعك. ليش؟ أنت آكل قشطة ما في ورطة. سميحة يا سميحة، طول جوزك شو قصته؟ بلا بالبطني زقزقت. لسه ما حليت. هلا قمتي عن الاكل؟ ما دخل، كل عيش وله كريش. لك يسلموا هالديات. تاخد عصافيري؟ لا شكرا. اوعى تاخد من غيري. ما بنستغني ابو ياسين. تاخد لك بستيتية؟ الله يعطيك العافية. الله يعافيك، الله معك. بابا انت هتخلص المدلوقة؟ نص ساعة بالكثير يا ابني، واللي بيجوع بياكل طيب. ادلق لك شوية مزهر تانيات سلفي؟ لا بكفي. ولك حاجة تفرق فيها بقى؟ والله انهروا ايدي عنك.
لك ايه لازم افركها لتنعم مشان تدوب اللقمه بتمك مثل المرها. خلي لي اياك يا رب. حاكم انت ما بتحبيها مبرغلة، انا شخصيا انا بحب دللك. نيالك على هالجوز يا سميحة، إيه ما أطلب من جوزي يفرك لي كنافة لحتى يعمل لي جرصة وفضيحة. ايه انا كم سميحة عندي، ايه افرح يا قلبي لك نصيب تاكل كنافة ويا الحبيب افرح يا قلبي. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. هذا أمر الله بعد حكمته يا سميحة، ونحن قدام عظمته ما لنا بالشي حريحة. إن شاء الله العمر إلك وما بتشوفي ردي. حياتك الباقية يا هنية. لا تأخذيني اختي، الشيخ وجماعته بده يروحوا ولازم يقبضوا اجرتهم. طيب لحظة أخي. سميحة في معك مصاري مشان نعطي الناس؟ والله ما بعرف، المصاري اللي كانوا معي خلصوا. شوفوا بجيبة المرحوم جابوا معلقة بالخزانة. ما في شيء. شلون ما في شيء؟ لكن شو هاي الورقة اللي بإيدك؟ ورقة هي ورقة عادية، بالظاهر فاتورة. ورجيني اياها لشوف. هلا شو بدك بهالقصة يا سميحة؟ مشان الله لا تعملي لنا عند هالمسا فضيحة. فضيحة؟ فضيحة شو؟ شو هاي الورقة اللي بإيدك يا هنية؟ خلص بقى سميحة، هلا مو وقتها. أعطيني الورقة. خلص بقى عم قلي لك اعطيني بالك. شايفة الناس كيف عم شو هالورقة هاي؟ ومين هاي البنت اللي بالصورة؟ شو بيعرفني؟ أنا ما بعرف، أبصر لمين؟ وشو جاب هالورقة وهالصورة لجيبة جوزي؟ قري لي إياها. بس يا سميحة قري لي إياها أحسن ما دب بصوتها. هاتي. شو مكتوب فيها؟ مشان الله لا تحرجيني يا سميحة، خلي غيري يقراها. هنية إذا بتحبيني بتقري لي إياها. لك صدقيني أنا كثير بحبك، بس مشان الله تقريها، بوس إيدك. حاضر يا سميحة. بصراحة يا سميحة هي صك زواج رضا من البنت اللي بالصورة. شو؟ صك زواج؟ يعني تجوز؟ لا لسه، بالظاهر لساته عم يطالع الوراق، وقبل ما يخلص ونزل البنت على خانته الله بعد اسمه أخذ أمانته. ولك أوحى الله جاب كيده بنحره.
يا جد بكتر ما بتحبه. حبيبي اخلاص لك كان اسطوره بالحاره. اللهم عافينا ولا تشبع نسواننا فينا. واو كل مين شافني من النسوان زلغت معي. واو هالقصة ممكن تصير معكم مثل ما صارت معي. ولا لا 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 ليش؟ يا وداد وداد نعم امي. تقبريني تعي دقي الكبة عني. حاكم كتفي عم يوجعني وحاسس امي. امي انا كم مره قلت لك انه دق الكبه ما بحبه؟ ليش بقى ست الحسن؟ لانه ما بقدر اتحكم بالجرن. شو يعني؟ يعني كل ما بدي دق دقه بدها تطير من الجرن شقفه لحمه وبدهم يتكوشوا علي القطاط وكل وحده بدها لقمه، يعني ما بكفيهم يشموا الريحه كمان بدهم يذوقوا الطعمه. من هالناحية اطمني، اليوم القطاط انصابوا بالتخمة. وليش بقى؟ رميت لهم اللحم المدهن لحتى يعلكوا، المساكين عندهم جوع مزمن حتى العظم قرمشوا، ولما اجا اخوكي محسن سحب الصحن من قدامهم خرمشوا. المهم هلا انا ما بيطلع بايدي دق الكبه. وليش بقى يا جد بيه؟ يعني كل هالقد الشغله صعبه؟ عم اقول لك ملقوطه من هون بين الكتف والرقبه، واذا حضرتك ما بدك تساعديني ماشي هلا بدق على بيت المارديني. خلاص يا شو هاد؟ اصلا انا الله ما خلقني غير لحتى اشتغل بهالبيت وانضرب على قلبي، يعني وين في شغله معدته تعي يا وداد ساعديني، والمطبخ اذا انتكت له نكته يا ريت تضبي تقبريني، والشغل اللي فيها كركبه ولته دبريها بمعرفتك تدفنيني. طول عمرك عوجه يا قتي. اصبح لا تحاولي تجلسيني بتكسريني. اللي علينا هلا رح تعملي لي صرعه مشان شويه كبه تضربي انت واللي بيسخرك بغرض. شو صايره دبي؟ ماما من شان الله فهميني، أنا ما عم بتهرب من خدامتك، بالعكس أنا بعتبر حالي بهالبيت جاريتك وخدامتك، بس والله دقت أخلاقي من البيت ومساواته، لا وصار لي أكثر من 15 يوم ما طلعت فشخة وحدة براته، وفتح عيوني من على بكرة على الشغل، وبضل بنحط طول النهار مثل البغل، وبصراحة لما بشوفك عم بتدلليني أكثر من معتاد بيهبط قلبي للركب، وبقول لحالي ديري بالك يا وداد، ما بيدللوا الحمارة إلا لزق المية لنقل الحطب. لا يا وداد انا هيك عم اعمل فيكي يا ماما انا لك يا هبله، انا عم بشغلك بالبيت لحتى تندعكي منيح وربيكي وتفوتي على بيت العريس جاهزه ومن مجاميعه وافتخر فيكي. ماما ببوس ايدك لا تفهميني غلط، انا عم اقول هالكلام من مللي، يعني ما في مشوار وعدتوني فيه زبط ولا حدا عم بيقدر زعلي، ولما بجي بدي صارحك بحس لساني ارتبط، وبابا ما بقدر صارحه بدوب من خجلي، يعني اذا البنت ما فشت قلبها لامها لمين بدها تفش؟ قد ما كان الام بتحمل همها مو معقول ما تنطش. يا النقطة ترشك رش، شو صايرة مبلضمة؟ والله اللي بيسمعك بيقول مسكينة هالبنت شو مقهرمة. طبعا مقهرمة ومالي حاسة بجنس السعادة. يعني شلون بدك تكوني سعيدة وأفكارك أسود من القطران وصايرة قرارة يا بعيدة مثل عمتك أم شكران؟ طبعا بدي أصير قرارة، بدي أعوض نقصي بالحكي. هلا بالمختصر وبمختصر العبارة ممكن أعرف شو بكي؟ بدي اطلع سيران برات البيت، لانه الحيوان اللي هو حيوان ما بيضل مربوط جنب الحيط. طيب شو رايك نعمل لك سيران على ضفه نهر قليت؟ ماما من شان الله لا تمزحي، يعني مالي لقياني مزح ومو حلو منك تردحي وتنزلي فيي كسح. انا ما عم امزح، بس عم اقول لحالي كل هالكركبه وهالنرفزه مشان سيران، يعني كل هالقد الشغله مهمه. بالنهايه انا انسان وما في اصعب عصبيه من انها تعيش مثل الكركمه. ايه طيب ما فيها شيء، احكي وجعك لابوكي، ليش ساكتة؟ ما بعرف، بخاف يقول لي شغلتك ناكتة، انت قولي له. ولا يهمك، بكره بالنهار رح اقول له، بركي بياخذنا شي مشوار وبينسى شغله. هيك ها، لك تسلمي لي يا ماما ما احلاكي. لك على مهلك، هلا بوقع انا وياكي. ما بصير تحكي هالحكي يا ابو محسن، ما بصير تقتل حالك بالشغل. اعذرني يا ابو جميل، ما بحسن، لازم اشتغل مثل البغل. محشوم يا ابو محسن محشوم، بس شو زود وفرق الشغله معك؟ شفناك لما السوق خفضك وشفناك لما رفعك، بعدين كل انسان بهالدنيا له رزقه مقسومه، يعني ان كان معلم ولا صانع ولا موظف حكومه. بقى انت ليش حامل لي السلم على كتافك بالعرض؟ نزل لي السلم عن ظهرك وحطه بالارض. ما بقدر يا ابو جميل، ما بقدر، لازم اشتغل ليل نهار. لا ويلي بيطير العقل اني عم بشتغل شغل الجبابره وعم ببرم سلوكات وعقل للدوامنه والحوارنه والجوابره. إيه بس النكفي انه الطلب على شغلي قليل، بقى شو سر هالوقفه فيك تقول لي ابو جميل؟ ما في سر، بس السوق داير هالكم يوم.
طيب هي انت ما شاء الله وكان حقلك عم تبيع بيع بخوف، مو حسيده وغيره من شغلك. بس لايمتى بده يضل شغلي موقف؟ حط بالخرج اخي راتب، وحاجتك تلوم الدهر وتعاتب، ما في لزوم تصفن وتدقق من شان صحتك، حتى ما تقول ابو جميل ما نصحني، هي انا نصحتك. ها على كل حال مر لعندي المسا، بركي بلاقي لك شي حل. تفضلي خالد. اي والله من يد ما اعدمها يا حق، ويسلم لي هالطول يلي مثل عرق الزنبق. تسلمي يا خالد. تسلمي يا خالد، تسلم لي هالملافظ ما احلاها. سبحان الذي خلقها وبراها. يعني قد ما شافت عيني بنات لم تعشق سواها. صحيح هي شويه كبيره بالعمر، لكن يسلموا لي السمر يلي حلاوتهم مثل القطر. هي حلاوة عيونك يا خالد. هي حلاوة عيونك يا خالد، لك لا تجنني بألفاظك بدون شيء أنا أسيرة ألحاظك. شو هاد يا أنعام؟ وداد كل ما عم تزداد حلاوة، وأنا ربي يشهد علي بالأيام اللي ما زرتكم فيها ما دقت طعم الهناوة. ليش كفى الله الشر؟ لأنه أنت مثل أختي يا أنعام وربي يشهد، ومعزة وداد مثل معزة بنتي إذا ما كانت أزود. بس شو بدنا نعمل يا خيتي؟ هالدنيا عم تاخذنا من بعضنا، وأنا بجيتي هي حابة لملم شملنا. البركة فيك يا أم جميل، هذا كله من معدنك الأصيل. ولو أقل منها يعني، لأنه من مسؤولياتي وواجبي أوصل الذي انقطع بيناتنا، وما حدا عص على ذنبي ولا نتف حواجبي لحتى رجع الساقية مياتنا. وبصراحة الصراحة والله يبعدنا عن الأباحة، يا ما سهرت مكركبة ومعكرة وأنا عم فكر ليه صارت بيناتنا هالقطيعة. وشو كنت أقول لحالي؟ إيه والله إنعام مثل السكرة، ومو معقولة إزبلها زبلة الكلاب وبيعها، لأنه لو كان الواحد معاشر فارة وننه شهر بتصير عنده حبيبة القلب. بقى كيف لو كان مرافق جارة عمر بده يشتاق لغصب. المهم يا إنعام لما اشتدت فيني الأشواق وما عاد فيني صبر على الفراق، نسفت ملايتي ورأسا استلمت باب الزقاق. قال لي أبو جميل لوين رايحة يا منظومة؟ قلت له لعند حبيبتي نعومة، وهذا كل اللي صار. أهلا وسهلا فيكي، يعلم الله أني انبسطت فيكي. إيه ستي، شلونك أنتي؟ وشلونه أفنديكي السيد راتب؟ وشلونه ابنك محسن؟ الحمد لله والشكر لله، عايشين بثبات ونبات ومبسوطين بهالحياة. بس يا حصرتي شغل جوزي كاسد والسوق ماشي عكس ما هو رايد، ويا من ترى عم يكافح ويضانش وعم يشتغل من الفجر للنجر. ولو كان السوق ماشي ورايش كان من زمان قبر الفقر، بس شغله يا حصرتي على الفاضي. ومن سنة تقريبا ما شفته راضي، وعين ترى عم يصفن ويفكر، شي بيقول لك بدي بيع الدكان، شي بيقول لك بدي سكر. ولما بيقعد بالسهرة بيقعد بجسمه بس تفكيره وبرا، وما عاد له مرق لا بسيران ولا بنزهة. يعني صاير خلقه ضيق ومنادمته كرهة. يو شو هالحكي اللي عم بسمعه؟ يعني معقول الشيء اللي عم يصير معه؟ ما بزل عليكي بحرف يا ام جميل، مثل ما قالت وداد واكثر، يعني كثير صايره عيشته كئيبه هالمعتة. إيه ما بيجوز هالحكي يا انعام، ما بيجوز منه. يعني معقولة جوزك ما يطالعكم ولو انه سيرانة بهالشو؟ إيه والله والله جوزي ابو جميل كل يوم والتاني بيعمل لي مشوار وبيبلش يغني لي امتى الزمان يسمح يا جميل، هيك لحتى يخلص النهار. ومهما كان بالبيت ثقيل بخفف دمه بالمشوار، وعلى نكت وتهريج وتمثيل وحزازير وتسالي واشعار. ايه نيالك يا خالي. معناتها شغل جوزك داعس لحتى عم يسكر دكانته ويعطل، ومشان هيك الزلمه مقايس ومو سائل على محله المقفل. لا مو هيك، بس جوزي عنده صناعيه وعامل حاله الخواجه معيط، بيقعد فيها شويه الصبحيه وبيشمع الخيط. ايه الله يهنيكي يا خالي ام جميل، ويهني ولادك بعيشتهم، ويعطيك العمر الطويل ويخلي لهم ابوهم لحتى يبسطوا. يو تقبريني على هالكلام الرزين، اللهم زيد وبارك. والله لو كان ابني جميل اكبر من هيك لجوزتك اياه على الحارك. امتى طلعتي اخر مشوار يا وداد؟ يا ستي اخر مشوار طلعته برات البيت كان لعند السمان ابو نصار لحتى اجيب تنكة الزيت. الله اكبر كبيره على مسحك شو مهضوم، مثل خفه دم بنتي سميره، كانك انت وياها توم. إيه بس انا عم بحكي جد ما عم بمزح، إيه صار لي شهور بتنعض ما طلعت لمطرح. لهالدرجه؟ الله وكيلك يا خالي، صار لي اكثر من 3 شهور ما شفت غير خالتي دريه وعمتي رمزيه وستي امونه، وهن اللي اجوا لعنا مو نحنا.
ويا من تراني عم ضب النمليه وعزل بيت المونه واطبخ محشي ويا خنا. ويا ترى شو موقف امي؟ انا تابعه لجوزي وجوزي ما عم يفضى. ايه حاجه بقى، حكي فاضي وجهاله نسوان. من بكره انا عازمتكم يا على بسيمه يا على شادروان. صحيح خاله؟ بتوافقي امي؟ مو لنسال ابوكي؟ لا تخافي، وابوها معزوم كمان. انا بخلي جوزي ابو جميل يدبره، الليله المسا بخليه يخبره. لك تسلمي لي يا خاله ام جميل، يعني بعمري ما رح انسى لك هالجميل. لكن امي الله يرضى عليكي اعملي لنا كاسه شاي على التمام، لانه بدي احكي انا وامك جوز كلام. اي مو على عيني، انت بتأمري امر. ايه ما بصير هيك يا انعام، البنت لازم تطلع وتفوت، مو تحبسوها على الدوام مثل الدبانه بعش العنكبوت. بعدين لا تنسي شغله هي الاهم والاساس، هو انه البنت صارت بسن جواز، يعني لازم يشوفوها الناس وتنقوا لها عريس ممتاز. مو هيك ولا انا غلطانه؟ محشومه ما عاش مين غلطي، الله يبعث لشاب يدللها ويفهمها، وفعلا يلي بده ياخذها حظه من السما. لكن قومي الله يرضى عليكي. امريني. اعطيني سجاده الصلاه وابريني. على عيني. ولك أخي التحسر على الوضع ما بيفيد، وانت مالك مقصر ويشهد الله مالك بليد. بس بهالسوق ما في شي ببشر، يعني بلا بنشرح التجار صيبتن عصا والكل عم بيشتكي مثلك وعدد لا يعد ولا يحصى. بقى انسالي الهم شوية وعيش على مهلك، واللي بريده منك انك توقف الشغل، حاجة بقى تخزن مستودعاتك سلوكات وعقل. لو شوفت عينك ما في تصيف البضايع. وشو بنعمل يعني؟ بنشحد على باب الجامع؟ امنت بالله على هالحكي، ولك شو انت ما عندك مخ؟ والله بعرفك حربوق وذكي وبالفهم والتدبير مالك اخ. بشو انا غلطت يا ابو جميل؟ ولك حبيبي انت ابن كار وتاجر، حسب السوق لازم السوق. بقى ليش عم تعمل حالك حمار وعم تجائر؟ يعني مو بس وحدك المخنوق، المصيبة يا صاحبي عامة، والأزمة يا روحي شاملة. يعني التجارة اللي أكبر منك نخو. هذا اللي بدي أقوله. صحيح التجار اللي أكبر مني نخو، بس هن معهم مصاري يصرفوا ويجخوا. أما أنا يا حسرة من اللي أنا عم بصرف من الغلة اللي عم تطلع لي. لا لو كنت مهمل أقوله تقصير مني. بس شو بدي أعمل لا أعمل؟ ما في ولا خليجي عم يشتري مني. يعني عم بدبح حالي بالشغل دبح حتى بيع زبون، وأوقات عم بيع بدون ربح، وبالدين أحيانا وبدون عربون. ومثل ما لك شايف ما عم سكر الدكان ولا لحظة، ورغم هالشي غير بالطفرانين ما عم بحظى. قوم لك قوم، عبس اليوم فهمك مسطوم. قوم لنغير الاسطوانة ونتمشى برات الدكانة. لو بدي قوم؟ بدي ورجيك على هالشوفة. أنا شوفي سبحان ربي شو بصرتك محروقة. قوم لقلك. شرف.